السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا واخواتنا دفعة 2027. ازيكم يا ابطال عاملين ايه؟ اهلا بك يا صديقي العزيز في اول محاضرة معانا وهي التأسيس في مادة الاحياء. طبعا انا عارف ان انت ابيض في الاحياء، ما خدتهاش لا في اولى ولا في تانية. طيب يا سيدي شكرا كفايه. كنت بتاخد حاجة اسمها علوم متهالكة. طيب انا بقى جاي النهارده عشان اسسك من الزيرو، لا ده انا اسسك من تحت الزيرو كمان. انا اهم حاجة عايزك تركز معايا، عقلك وقلبك وكل الجوارح بتاعتك معايا. خلاص؟ هنقول اول حاجه كده اللي هنتكلم عليه النهارده، بس نبدا بالدعاء بتاعنا عشان عايزين نحفظه، هنقوله في كل محاضره باذن الله. بسم الله نبدا وعلى ربنا نتوكل وبه نستعين، ونقول يا رب علمنا وافتح علينا فتوح العارفين، اجعل علمنا ينفعنا ويكون في ميزان الحسنات، واكتب لنا به اجرا كبيرا في الدنيا والاخره والجنات. ان شاء الله يا شباب النهارده هنتكلم على المحاضره التاسيسيه في الجزء بتاع النبات. انا منزل لك الكورس التاسيسي دوت على محاضرتين. اول محاضره هنتاسس في النبات، تاني محاضره هنتاسس في الحيوان. خلاص؟ طيب وبما اننا هنتكلم النهارده على النبات، يبقى هبدا لك من اول حاجه خالص خدتها وانت صغير عن النبات اللي هي الخليه النباتيه. طيب انا عايز اطلع الفرق او الاختلاف ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. بص معايا. اول حاجه الخليه النباتيه، هنبدا من بره لجوه. خلاص؟ هبدا بالجدار الخلوي. طب يا مستر، هو الجدار الخلوي ده موجود في الخلايا النباتيه والحيوانيه ولا النباتيه بس؟ طبعا انت عارف اللي هو موجود في الخلايا النباتيه بس. طيب عباره عن ايه الجدار الخلوي ده؟ هنكتبه كده على جنب عشان ده مهم جدا جدا جدا. الجدار الخلوي اولا احنا بنسميه بالجدار السليلوزي. يعني ايه جدار سليلوزي؟ يعني بتكون اساسا من طبقه او ماده اسمها السليلوز. يبقى اول حاجه الجدار الخلوي هو عباره عن جدار سليلوزي. طيب تعالى الاول افهمك حاجه هتبقى ثابته معانا في الاحياء ان شاء الله في ثالثه ثانوي. انا عايز اتكلم على المواد الصلبه في النبات. انا عندي 4 مواد اساسيه صلبه في النبات. ايه هما؟ اول حاجه معايا السليلوز، تاني حاجه ماده اسمها الليجنين، تالت ماده معايا اسمها الكيوتين، رابع ماده معايا اسمها السيوبرين. تعال نقسمهم كده. يبقى اول حاجه ماده اسمها السليلوز ودي اشهر حاجه، ماشي. ثانيا حاجه اسمها الليجنين. يبقى خلي بالك انا بتكلم على المواد الصلبه اللي موجوده في النبات، ماشي. بعد كده حاجه اسمها الكيوتين، واخر حاجه ماده اسمها السيوبرين. ماشي، فهمني بقى كده بالراحه يا مستر. اول حاجه السليلوز. ايه هو السليلوز؟ قال لك السليلوز دوت عباره عن ماده صلبه بتدي دعامه للنبات. وخلي بالك انا النهارده هقول لك على الحاجات اللي انت محتاجها في ثالثه ثانوي، مش هندخل في تفاصيل قوي، مش هقول لك كل الحاجات اللي كانت موجوده في اولى وثانيه، لا انا هديك الحاجات اللي انت محتاجها بس في ثالثه ثانوي عشان مش عايزين نرغي كتير. خلاص؟ السليلوز قال لك هي ماده صلبه وغرويه. ركز بقى جدا، ايه غرويه دي؟ قال لك غرويه ديت يعني محبه للماء، بتحب الميه، بتشرب الميه. عارف انت السفنجه؟ لو جبت سفنجه كده وجيت تطوق بيها اي حاجه هتلاقي شربت الميه. خلاص؟ يبقى كده بسميها ماده غرويه، يعني بتشرب الايه؟ بتشرب الميه. ماشي، يبقى غرويه يعني محبه للماء. ماشي، ايه كمان؟ قال لك منفذه. هو يعني ايه منفذه يا مستر؟ مش غرويه هي منفذه؟ لا، ده في فرق كبير ما بينهم. ايه الفرق؟ احنا قلنا غرويه يعني بتشرب الميه، لكن المنفذه يعني بتعدي الميه. لو انا معايا الخليه اهي، قال لك الجدار اللي بره دوت الميه تيجي تعدي تدخل عادي على جوه على طول، من جوه لبره برضه تخرج على طول. يعني ايه؟ يعني بينفذ من خلالها الماء، بتعدي الميه. لكن غرويه يعني الجدار نفسه بيشرب ميه، اساسه اصلا بيشرب ميه. يبقى انا عندي السلوز ماده غرويه منفذه للماء. خلاص كده؟ طيب اللجنين نفس الكلام، غرويه برضه. يعني ايه غرويه؟ يعني محبه يا مستر للماء، مفيش اي حاجه. لكن خلي بالك اللجنين ماده غير منفذه. اقول لك على حاجه، كلهم غير منفذين ما عدا السليلوز، هو الوحيد فيهم المنفذ للماء. خلاص؟ يبقى انا عندي اللجنين، الكيوتين، السيوبرين، الثلاثه دول مواد غير منفذه. لكن مهم جدا الفرق ما بين السليلوز واللجنين، ان السليلوز غروي واللجنين غروي، لكن السليلوز منفذ واللجنين غير
منفذ. خلاص كده؟ ماشي. بعد كده هو ايه يا مستر اصلا لازمه السليولوز والليجنين؟ يعني بيعملوا ايه؟ فائدتهم ايه؟ قال لك السليولوز والليجنين دوت عباره عن مواد صلبه، يعني بتدي شويه صلابه وقوه كده للنبات مع بعض المرونه، بتخليه مرن يروح ويجي معاك كده وفي هواء ولا حاجه. خلاص كده؟ يبقى انا معايا السليولوز والليجنين مواد بتدي قوه وهي الصلابه. حلو قوي. بعد كده ندخل على الكيوتين والسيوبرين. المادتين دول يا شباب هي مواد شمعيه. يعني ايه يا مستر شمعيه؟ عارف انت الشمع؟ هو الشمع دوت بيشرب الميه؟ لا طبعا، ده حاجه من الدهون، مش بتحب الميه اصلا. يبقى دي مواد عازله للماء. ماشي. كان في المنهج القديم كده حاجه عندك في اول فصل عندنا اسمها الدعامه الفسيولوجيه، ودي الحمد لله اتلغت من علينا. الدعامه الفسيولوجيه كانت بتتكلم على الميه. كنا بنقول ان الكيوتين والسيوبرين هي مواد بتحافظ على الدعامه الفسيولوجيه. يعني ايه بتحافظ عليها؟ يعني بتمنع فقد الماء. لو انا معايا خليه وقمت جاي مرسب عليها من بره كيوتين او سيوبرين، بلاقي الميه اللي جوه تفضل جوه ما تطلعش بره، وده طبعا انا محتاجه في نباتات كتير، صح كده؟ ماشي. طيب الكيوتين بلاقيه فين؟ قال لك بلاقيها على البشره بتاعه الورقه. انا معايا ورقه نبات اهو. الورقه دي بتعمل بناء ضوئي، يعني بتمتص الميه، صح كده؟ دايما معرضه لضوء الشمس. فاحنا عايزين نحافظ على الميه اللي جواها ما تتبخرش. يبقى هنعمل ايه؟ قال لك هنرسب عليها من بره من البشره بتاعتها، وهناخد دلوقتي تركيب الورقه بالتفصيل. هنلاقي مرسب عليها من بره كده ماده الكيوتين. يبقى الكيوتين ماده شمعيه بتحافظ على الماء. خلاص كده؟ حلو قوي. كمان ممكن الاقيها مرسبه على بعض السيقان العشبيه، وركز قوي عشان الفرق ما بينهم مهم. هو ايه يا مستر السيقان العشبيه؟ هو في سيقان غير عشبيه؟ طبعا. السيقان العشبيه دي يعني مثلا زي نبات زي البرسيم او مثلا الجرجير، اي حاجه صغيره ما بتلاقيهاش ساق كبيره ضخمه، دي بتبقى عامله زي الورقه بالظبط، بيكون عليها برضو كيوتين. لكن لو قلت لك السيقان الخشبيه، سيقان خشبيه زي مثلا شجره المانجا او مثلا النخيل، بلاقي الجدار بتاعها او الساق بتاعتها صلبه جدا خشنه جدا، وتلاقي في طبقه بنيه بره كده. قال لك دي خلايا بنسميها خلايا فلينيه. خلايا ايه؟ فلينيه، يعني بتتكون من ماده اسمها الفلين اهي. ادي الخليه الفلينيه اهي. قال لك باجي جوه كده ارسب جواها ماده اسمها ماده السيوبرين. ماده السيوبرين. خلاص كده؟ يبقى انا عندي لو قلت لك سيقان عشبيه يبقى مترسب عليها ماده الايه؟ الكيوتين. طيب لو السيقان خشبيه يبقى عليها سيوبرين. الاثنين مالهم؟ الاثنين عازله للماء، الاثنين بيمنعوا فقد الماء. خلاص كده؟ حلو قوي. تعال نرجع تاني. يبقى انا كنت بتكلم هنا على الجدار الخلوي. قلنا الجدار الخلوي هو جدار سليلوزي. خلاص بقى انت عرفت سليلوزي يعني محب للماء، غروي منفذ للماء، اي حاجه تيجي تعدي تخش وتطلع الخليه عادي مفيش اي مشكله. خلاص؟ طيب كان بيعمل ايه للنبات؟ كان بيديله القوه. ثواني نغير القلم. يبقى بيديلها قوه، بيديلها صلابه، وبعضا من المرونه. يبقى في نفس الوقت هو صلب بس مرن، بيروح ويجي معاه. ماشي. ده بالنسبه للجدار الخلوي. وخلي بالك الجدار الخلوي ده فرق، اول فرق معانا ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. حلو. بعد كده احنا قلنا هنجيبها من بره لجوه، صح كده؟ انا جبت اول حاجه من بره اللي هو الجدار الخلوي اهو، اللي هو ده. بعدها على طول هلاقي في حاجه اسمها الغشاء البلازمي اللي هو اللي جوه ده. وطبعا انت عارف الغشاء البلازمي واتكلمنا عليه قبل كده. طيب تعالى افكرك بيه. اولا انا عايز بس اقول لك حاجه كده نتفق عليها. عندنا مصطلحات كده في الاحياء مهمه جدا السنه دي، ماشي؟ اول حاجه في حاجه اسمها البروتو بلاست. بروتو بلاست. هو ايه البروتو بلاست ده يا مستر؟ قال لك البروتو بلاست دوت عباره عن الجدار الغشاء البلازمي والبروتوبلازم. انت بتقول لي يا مستر هو انا فاهم يعني ايه بروتوبلاست عشان تقول لي بروتوبلازم؟ اصبر بس معاك. يبقى البروتوبلاست هو عباره عن ايه؟ عباره عن الغشاء البلازمي والبروتوبلازم.
هوضحها لك اكتر. بص كده، ادي معايا خليه نباتيه. نرسم الجدار الاول اللي بره، وبعد كده الغشاء. بص يا سيدي، البروتوبلاست هو عباره عن ايه؟ قلنا هو عباره عن غشاء بلازمي وبروتوبلازم. يبقى كل ما هو داخل الجدار ده، كل ما هو داخل الجدار بسميه بروتو ايه؟ بروتوبلاست. خلاص؟ طيب بعد كده الغشاء البلازمي وعرفناه، اللي هو اللي جوه اللي باللون الاحمر ده. طب يعني ايه بقى بروتوبلازم؟ كل ما هو داخل الغشاء البلازمي بالترتيب اهو. يبقى انا عندي جدار، وبعد كده غشاء بلازمي، وجواه حاجه اسمها بروتوبلازم. طيب البروتوبلازم ده عباره عن ايه؟ قال لك عباره برضو عن حاجتين، ايه هما؟ النواه والسيتوبلازم. يبقى انا عندي البروتوبلازم عباره عن نواه وسيتوبلازم. ماشي. النواه انا عرفتها وسمعتها قبل كده. ايه السيتوبلازم؟ السيتوبلازم هو عباره برضو عن حاجتين، حاجه اسمها سيتوسول وعضيات. بالراحه، السيتوسول دوت عباره عن ايه؟ عباره عن ميه. شفت انت الحاجه اللي جوه دي، الجزء اللي جوه ده كده كله ميه، صح كده؟ والميه دي جواها عضيات فيها شبكه اندوبلازميه وجهاز جولجي وكل الحاجات اللي احنا هنجيلها دلوقتي. طيب الميه لوحدها بنسميها سيتوسول، خلاص كده؟ والعضيات عضيات عادي، مفيش اي مشكله. يبقى انا خدت البروتوبلاست عباره عن غشاء بلازمي وبروتوبلازم، والبروتوبلازم عباره عن نواه وسيتوبلازم، وقسمت برضو السيتوبلازم الى سيتوسول وعضيات. خلاص فهمت كده؟ يبقى انا لما اجي اسالك اقول لك بروتوبلاست، يبقى انت خلاص عرفت كل ما هو داخل الجدار الخلوي. قلت لك بروتوبلازم، يبقى انا عندي نواه وسيتوبلازم. تعالى بقى نرجع تاني نكمل الجزء بتاعنا. هنا احنا خلصنا الجدار الخلوي، ندخل بقى على البروتوبلاست. هو عباره عن ايه؟ اول حاجه الغشاء البلازمي، وخلي بالك الغشاء البلازمي ده موجود في جميع الخلايا، كل الخلايا بلا استثناء. اي خليه حيه بلاقي حواليها غشاء بلازمي. ماشي، يعني يا مستر موجود في الاثنين، في الحيوانيه والنباتيه. ماشي، هو عباره عن ايه؟ قال لك هو عباره عن غشاء مزدوج. عباره عن غشاء مزدوج. يعني ايه مزدوج؟ يعني بيتكون من طبقتين، طبقه خارجيه وطبقه داخليه. طيب تركيبه اصلا من ايه؟ قال لك التركيب بتاعه دوت عباره عن طبقه اسمها فوسفولايبيدات، طبقه من الفوسفولايبيدات. هنجي لها ان شاء الله في المحاضره اللي جايه لما نتكلم على الانسان، هناخد كل الجزيئات الكبيره. طيب يبقى غشاء مزدوج، انا عايزك بس تعرف اللي هو عباره عن طبقتين من الفوسفولايبيدات. حلو. بعد كده الغشاء دوت عباره عن ايه يا مستر؟ قال لك الغشاء دوت مش زي الجدار الخلوي، يعني مش فاتحها كده على البحري، لا ده هو غشاء شبه منفذ. يعني مش منفذ فاتحها على البحر اي حاجه تدخل وتطلع، لا هو شبه منفذ. يعني ايه شبه منفذ؟ يعني بيختار بمزاجه الحاجات اللي هتدخل والحاجات اللي هتخرج. طب ده على اساس ايه؟ قال لك ده على حسب حاجه الخليه. دلوقتي مثلا الخليه محتاجه ميه، يبقى خلاص الغشاء البلازمي هيدخل لها ميه. محتاجه بروتين، افتح يا باشا دخل لي بروتين. يبقى على حسب الحاجه بتاعت الخليه بيدخل المواد او يخرجها. خلاص؟ يبقى الخاصيه اللي احنا بنتكلم عليها في الغشاء البلازمي غير الجدار الخلوي. الجدار الخلوي احنا بنقول اللي هو غشاء ايه؟ منفذ، فاتحها على البحري اي حاجه تدخل وتطلع عادي براحتها مفيش اي مشكله. لكن الغشاء البلازمي لا، يقول لك اقف يا باشا انا محتاج ايه؟ يبقى ده غشاء شبه منفذ يتمتع بخاصيه اسمها النفاذيه الاختياريه. حلو قوي. بعد كده ندخل على السيتوبلازم. والسيتوبلازم احنا قلنا اللي هو كل ما هو داخل الغشاء البلازمي، صح؟ كنا قايلين اللي هو اسمه بروتوبلازم، عباره عن نواه وسيتوبلازم. طيب السيتوبلازم، قال لك السيتوبلازم دوت عباره عن سائل شفاف كده لزج، القوام بتاعه لزج، موجود او بتسبح فيه العضيات. ايه هي العضيات؟ الحاجات او المحتويات بتاعت الخليه كلها. عندك بقى نواه وشبكه اندوبلازميه وميتوكوندريا وجهاز جولجي والحاجات دي كلها. طيب تعالى بالراحه كده نفتكر واحده واحده. اولا واهم حاجه النواه. بص يا سيدي، ادي النواه اهي. النواه، قال لك النواه ديت عباره عن حاجه كده مهمه جدا موجوده في مركز، او غالبا يعني بتوجد في مركز الخليه، ماشي؟ مش دايما بس غالبا بتبقى في مركز الخليه. طيب انا هحتاجها في ايه يا مستر؟ لا ده مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ عشان انا هدرسها ان شاء الله في البيولوجيا الجزيئيه لما نمشي في المنهج شويه. خلاص؟ يبقى النواه مهمه جدا جدا. طب ايه النواه عباره عن ايه؟ قال لك ده انت اصلا الماده الوراثيه بتاعت اي كائن موجوده جوه النواه. يبقى النواه مهمه ولا لا؟ اه طبعا مهمه. طيب تعال نشوف التركيب بتاعها. اول حاجه غشاء خارجي كده، غشاء بيحب النواه، يبقى انا هسميه غشاء ايه؟
قال لك خير اللهم اجعله خير، يعني هنسميه غشاء نووي. يا سلام، تافهه جدا. ماشي. وبعد كده جوه قال لك في سائل زي السيتوبلازم بتاع الخليه، بس هنسميه سائل بقى ايه؟ سائل نووي، عشان هو داخل النواه. ماشي، مفيش اي مشكله. وبعد كده بلاقي في حاجه جوه كده متكثفه حوالين بعضها، اللي هي الماده الوراثيه. الماده الوراثيه اللي هو الدي ان ايه. خلاص كده، يبقى بلاقي الدي ان ايه متكثف داخل النواه. حلو. وايه كمان؟ قال لك بلاقي كمان حاجه اسمها صغيره كده، اسمها النويه. وخلي بالك النويه ده جايه من نواه، بس التصغير بتاعها. ماشي، يبقى النويه هي تصغير كلمه نواه، حاجه كده اصغر من النواه. طب مهمه يا مستر؟ طبعا مهمه، ربنا خلق كل حاجه ليها فايده. طيب النواه دي فايدتها ايه؟ قال لك دي بيتصنع جواها حاجه كده اسمها الريبوسومات. والريبوسومات ديت عليها حوار كبير جدا 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 في درس كامل كبير في الار ان اي. طيب لازمتها ايه الريبوسومات؟ هتعرف معلومه واحده بس دلوقتي. ايه هي؟ قال لك ان هي بتصنع البروتين. يبقى الريبوسومات بتصنع البروتينات. حلو قوي. يبقى انا كده خدت يا مستر تركيب النواه بسرعه تاني: غشاء نووي، سائل نووي، الماده الوراثيه اللي هي الدي ان ايه، والنويه التي تحتوي على الريبوسومات اللي بتصنع البروتين. تمام كده. تعالى اللي بعد كده، هتلاقي النواه هي دي كده، النواه اللي هي باللون البنفسجي ده اهي، وهتلاقي حواليها كده شبكات كتيره. طيب الشبكه دي ممكن تبقى حاجه من اتنين: ممكن تلاقيها محببه كده عليها نقط، وممكن تلاقيها لوحدها من غير اي نقط، هي مش باينه هنا في الرسم. يعني ممكن تبقى عامله كده وفيها حبيبات، وممكن تبقى شبكه عادي بس من غير اي حبيبات. طيب هي اسمها ايه؟ قال لك اسمها شبكه اندوبلازميه اهي، شبكه اندوبلازميه. طيب اللي عليها حبيبات دي بنسميها شبكه اندوبلازميه خشنه. طب هي ايه الحبيبات دي يا مستر؟ فاكر الريبوسومات اللي احنا لسه قايلينها دي اللي بتصنع البروتين؟ هي دي. بلاقي ان الشبكه الاندوبلازميه بيترسب عليها كده حبيبات من الريبوسومات بتصنع البروتين، فبتخشنها بتخليها خشنه. طب من غير الريبوسومات اكيد هتبقى ناعمه، فهنسميها شبكه اندوبلازميه ملساء. بذمتك دي صعبه؟ يبقى انا عندي نوعين من الشبكه: شبكه محببه خشنه اسمها شبكه اندوبلازميه خشنه، وشبكه تانية مش محببه ولا خشنه بنسميها شبكه اندوبلازميه ملساء. ماشي. في فرق يا مستر ما بينهم؟ طبعا في فرق ما بينهم. بص يا سيدي، الشبكه الاندوبلازميه الخشنه قلنا بيكون عليها ريبوسومات، وبالتالي دي هتعمل ايه؟ هيبقى ليها دور في تصنيع البروتين. ماشي. طب والملساء يا مستر؟ الملساء قال لك الملساء دي ناعمه بتصنع حاجه تانية غير البروتين اسمها الدهون او الليبيدات، يبقى بتدخل في تصنيع الايه؟ الليبيدات. يبقى انا عندي حاجه عليها ريبوسومات بتصنع البروتين، والثانيه ملساء بتصنع الليبيدات او الدهون. حلو قوي. يبقى انا كده خدت الغشاء البلازمي خلاص، خدت الشبكه الاندوبلازميه، وخدت النواه. طيب بعد كده في ايه؟ هتلاقي عندك حاجه اسمها جهاز جولجي او جولجي. ايه يا مستر جهاز جولجي ده؟ قال لك جهاز جولجي ده موجود في الاثنين، في النباتيه وفي الحيوانيه. انت لسه قايل دلوقتي ان الشبكه الاندوبلازميه الخشنه بتصنع البروتين. طب هل يا مستر البروتين ده جاهز ان الخليه تستهلكه عادي؟ قال لك لا، ما ينفعش. ده انت عندك حاجه عضيه كده مهم جدا اسمه جهاز جولجي. الجهاز ده بيغلف وبيظبط وبيروق على البروتين ده قبل ما الخليه تستهلكه. لا ده كمان بيعدل عليه. يبقى انا عندي جهاز جولجي فايدته ان هو ينقل ويغلف ويعدل ويروق على البروتين قبل ما الخليه تستهلكه. خلاص كده؟ حلو قوي. بعد كده بلاقي عضي اسمه اللايسوسومات. اللايسوسومات، طبعا اللايسوسومات دي مهمه جدا جدا عندنا في ثالثه ان شاء الله في الباب بتاع المناعه. قال لك اللايسوسومات ديت بيكون جوانا في خلايا كده عندنا اسمها خلايا بلعميه كبيره. الخلايا دي جواها عضيات كتير جدا 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 من اللايسوسومات دي. طيب فايدتها ايه؟ قال لك هي بتقتل الميكروبات. اي ميكروب داخل، هي حاجه مناعيه، اي ميكروب داخل او اي حاجه جسم غريب داخل الخليه دي بتقضي عليه، بتموته. شوف اسمها ايه؟ بلعميه كبيره، يعني بتبلعه خلاص وبتفككه وبتفتته وبترميه بره. طيب وممكن ايه كمان؟ قال لك الخلايا المسنه او الهرمه. دلوقتي انا عندي مثلا خلايا دم حمراء، هو انا جسمي بيفضل من ساعه ما اتولد لحد ما اموت خلايا الدم الحمراء هي اللي ماشيه؟ لا طبعا، دي بتتجدد. قال لك دي بتتجدد باستمرار من نخاع العظام.
طب حلو، يبقى هي كده الخلايا الدم الحمراء دي وصلت لسن معين او كبرت في السن كده، فاحنا هنعمل ايه؟ هنرميها مسنه هارمه خلاص، هات لي غيرها، هات لي خلايا لسه جديده كده يا شباب جميله يبقى عندها طاقه تعرف تشتغل معايا في الجسم ده. خلاص، يبقى انا دلوقتي اتكلمت على الليسومات، لها حاجتين، بتقتل الميكروبات او اي جسم غريب، وكمان بتقضي على الخلايا المسنه او الخلايا الهارمه. حلو قوي. بعد كده هنتكلم على عضي مهم جدا اسمه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا، ايه الميتوكوندريا دي؟ قال لك الميتوكوندريا ديت عباره عن مصنع الطاقه داخل الخليه، الباور فاكتوري، دي اهم حاجه موجوده في الخليه. طيب بيعمل ايه يا مستر؟ ده بيصنع الطاقه. ده بيعمل عمليه مهمه جدا كده اسمها التنفس الخلوي، دي كانت موجوده في ثانيه بس انا مش هقولها لك بالتفصيل. حوار كبير كده اسمه تنفس خلوي، كنا بنعدي على انشطار جلوكوز ودوره كريبس وسلسله نقل الالكترون وحاجات معقده كده، انا مش محتاجها، انا عايز بس افكرك بالطاقه نفسها، بالاي تي بي. تعال بص يا سيدي، اول حاجه الميتوكوندريا التركيب بتاعها بيبقى عامل كده، غشاء وغشاء مزدوج برضه اهو، بيحتوي من الداخل على سائل برضه بنسميه النخاع. خلاص، النخاع ماشي. بيعمل ايه يعني يا مستر؟ قول لي المهم. قال لك ده بيصنع حاجه اسمها الاي تي بي. يبقى الميتوكوندريا بتصنع الطاقه وبتخزنها في مركب اسمه الاي تي بي. طب انا يا مستر لسه مش فاهم، هو الطاقه دي هيجيبها منين اصلا؟ قال لك انا باكل حاجه اسمها كربوهيدرات، او النبات مثلا بيصنع الجلوكوز. طيب الجلوكوز دوت مركب عضوي يعني مليان طاقه كتيره قوي. طيب الطاقه اللي فيه دي طاقه كبيره، طاقه معقده، مش هعرف اخدها كده على طول. انا دلوقتي مثلا النبات ده محتاج طاقه حالا، فيعمل ايه؟ يروح يجيب الجلوكوز الكبير الضخم العجل ده ويفضل يكسر فيه ويعمل عمليه معقده عشان يخرج لي الطاقه؟ لا طبعا. قال لك هو دايما اصلا بيعمل عمليه اسمها تنفس خلوي. ايه هي التنفس؟ هي عباره عن حاجه اسمها اكسده للجلوكوز، بنحرق او بنكسر الجلوكوز ده. طيب ما علينا، المهم ان انا لما بحرق الجلوكوز باخد منه طاقه، الطاقه دي بيقوم جاي واخدها كده يحطها في جيبه زي الفلوس بالظبط. احنا اصلا بنسمي الاي تي بي دي هي عمله الطاقه في الخليه. عمله الطاقه في الخليه يعني ايه؟ يعني انا خدت الطاقه من الجلوكوز، هقوم جاي واخدها كده ماسكها واقوم جاي حاططها معايا في مركب اسمه الاي تي بي. خلاص؟ طيب ايه هو الاي تي بي؟ قال لك الاي تي بي ده عباره عن ادينوزين، مركب كده اسمه ادينوزين ثلاثي الفوسفات. يا مستر بقى الكلام الصعب ده، لا ما تقلقش هسهل لك كل حاجه. الادينوزين هقوله لك دلوقتي ثلاثي، يعني فيه 3 مجموعات فوسفات بس. بص يا سيدي، اول حاجه انا معايا سكر كده بالشكل ده، سكر خماسي، قلنا هناخده ان شاء الله في المحاضره الجايه في الجزيئات البيولوجيه الكيميائيه. ماشي، يبقى ده سكر خماسي. في ايه؟ قال لك بيكون فيه مجموعه فوسفات هنا، مش مجموعه واحده بقى، انت قلت لي 3، وادي مجموعه كمان، وادي مجموعه كمان، يبقى 3 مجموعات فوسفات. طيب وهنا يبقى ده سكر اسمه سكر الريبوز. ماشي، وهنا بقى يا مستر قال لك هنا ماسك مركبين كده عاملين شكل خماسي وسداسي، اهو بنسميهم الاثنين دول بنسميهم ادينين. قاعده نيتروجينيه كده هناخدها ان شاء الله في الدي ان ايه اسمها الايه؟ الادينين. بص يا سيدي، الريبوز مع الادينين بنسميه ادينوزين. تاني، سكر الريبوز مع الادينين بنسميه ايه؟ ادينوزين. يبقى كده ده كده ادينوزين. طيب ودول 3 مجموعات فوسفات، يبقى خلاص الاي تي بي اختصار لمركب ادينوزين ثلاثي الفوسفات، وعرفت التركيب بتاعه. طيب برضه انت ما قلتليش ايه علاقه ده بالطاقه؟ قال لك انا باخد الطاقه اللي جايه من الجلوكوز دي بقوم جاي حاططها هنا في الرابطه اللي ما بين الفوسفاته الثانيه والثالثه. بص كده، لو انا عايز اخد الطاقه، اخد الطاقه من هنا ولا من الحته الرابطه اللي مزنوقه هنا؟ لا طبعا من اللي بره، دي اسهل. يبقى انا عندي الطاقه هنا في الرابطه دي. خلي بالك في الكيمياء في حاجه اسمها تكسير الرابطه وحاجه اسمها تكوين. طيب التكسير ده بينطلق منه طاقه، بحصل منه على طاقه، لما امسك كده مركب اكسره اخد منه طاقه، يبقى تكسير دي الحصول على الطاقه. طب والتكوين العكس بقى، ده بيستهلك يا مستر طاقه.
يبقى انا لو عايز اكسر رابطه هاخد منها طاقه. طب لو انا عايز ابني اصلا هعمل ايه؟ هكون الرابطه، يبقى انا كده هعرق، هستهلك طاقه. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي لو جيت على الفوسفاته الاخيره دي كسرت الرابطه دي، يبقى انا حصلت على الايه؟ على الطاقه اللي هي الانرجي. طب يا مستر هو كان مركب ثلاثي الفوسفات، انت كسرت منه واحده، يتبقى لي كام فوسفاته؟ 2. يبقى تعالى نعملها كده، المعادله دي مهمه جدا. بص كده، ATP كسرت الرابطه، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى مركب اسمه ADP. ايه ADP ده؟ ده عباره عن ادينوزين بس ضايع ثنائي الفوسفات، بقوا 2 بس فوسفات مش 3. يبقى ده ATP تراي فوسفات يعني ثلاثي، وده ADP يعني ثنائي الفوسفات. طيب وادي الفوسفاته الحره اللي لوحدها اهي، وانا لما كسرت يا مستر الفوسفاته الاخيره دي حصلت على الايه؟ على الطاقه، يبقى الانرجي. طيب هل ينفع اخد يا مستر الفوسفاته دي واقوم جاي حاططها تاني على الثنائي بتاع الفوسفات بشويه طاقه واحصل على الاي تي بي؟ اه طبعا، ده اللي بيحصل. يعني انا ممكن اخلي لك السهم ده رايح جاي. يبقى دلوقتي انا لو عايز احصل على الطاقه هعمل ايه؟ هكسر الرابطه الثالثه، يبقى معايا انرجي، بقى معايا الطاقه اهي، وبقى معايا مركب ثنائي الفوسفات. طب حلو، المركب اللي هو الثنائي ده، خدت الثنائي ده حطيت عليه او استهلكت شويه طاقه كده من اللي جايه من الجلوكوز، وقمت جايب البي حاططها مع الاي دي بي، بقت اي تي بي خلاص. يبقى انا كده خزنت الطاقه في المركب اللي هو الاي تي بي. كده فهمنا موضوع الطاقه. تعالى بقى نرجع تاني. يبقى احنا هنا قلنا الميتوكوندريا هي عباره عن مصنع الطاقه في الخليه، يعني هي اللي بتصنع الاي تي بي، وفهمناه. طيب بعد كده في ايه؟ بعد كده في الفجوه العصاريه. الفجوه العصاريه، وخلي بالك دي مهمه جدا جدا جدا، عشان ده فرق ما بينها وما بين الخليه الحيوانيه. طيب يبقى اول حاجه قلنا الجدار الخلوي، بعد كده رقم 2 الفجوه العصاريه. طيب ايه الفرق يا مستر؟ ما هي موجوده في الاثنين. لا، في فرق مهم. النباتيه بيكون فيها فجوه عصاريه واحده بس كبيره في الحجم. عارف انت العصير اللي موجود في الفاكهه اللي احنا بناخدها من النباتات دي؟ هو ده الفجوه العصاريه. بيبقى جواها ميه، بيبقى جواها ملح او سكر، بتبقى موجوده جوه الفجوه دي. يبقى الفجوه العصاريه هي عباره عن كيس بيخزن جواه بعض المواد. زي ايه المواد دي؟ قال لك يا مستر عادي، زي الميه، زي الملح، زي السكر. اكنك عملت عصير كده، خلاص؟ يبقى ده كله متخزن جوه الفجوه الايه؟ العصاريه. يبقى هي موجوده اهي واحده وكبيره، وخلي بالك دي بتميز الخليه النباتيه اهي، باينه جدا اهي. يبقى واحده وكبيره، لكن في الخلايا الحيوانيه بلاقيها كتيره وصغيره، عكس بعض. يبقى واحده وكبيره في النباتيه، صغيره وكتيره في الحيوانيه. ماشي. بعد كده في ايه تاني يا مستر؟ انت طبعا عارف ان ان الخلايا النباتيه او النباتات عموما يعني ذاتيه التغذيه، صح؟ يعني ايه يا مستر ذاتيه التغذيه؟ يعني بتقوم بعمليه البناء الضوئي. يعني بتصنع غذائها بنفسها. طيب ركز معايا. هي بتصنع ازاي يا مستر غذائها بنفسها؟ من خلال عمليه البناء الضوئي. بتاخد شويه ميه من تحت مع شويه ثاني اكسيد الكربون من الهواء، بتعمل لهم زي تفاعلات كده او خلطه كده حلوه، وتقوم جايه مصنعه لنفسها جلوكوز وتطلع لنا شويه اكسجين، صح؟ طيب ايه اللي مخلي الخلايا النباتيه تعمل كده؟ يعني اشمعنى احنا ما بنعملش كده؟ قال لك عشان الخلايا النباتيه موجود جواها عضي مهم جدا بيميزها، اسمه البلاستيده الخضراء. البلاستيده الخضراء هو فين؟ اهو واضحه جدا اهي، هي دي البلاستيده الخضراء بتاعه البناء الضوئي. طيب يبقى البلاستيده الخضراء موجوده في الخلايا النباتيه ومش موجوده في الخليه الحيوانيه. ماشي. يبقى هنكتبها هنا كمان عشان دي حاجه بتميزها، البلاستيده الخضراء. يبقى البلاستيده الخضراء دي اللي بتقوم بعمليه البناء الضوئي. يبقى انا كده يا مستر عندي 3 حاجات بيميزوا الخلايا النباتيه عن الحيوانيه. ايه هما؟ اول حاجه الجدار الخلوي، قلنا ده موجود في النباتيه ومش موجود في الحيوانيه. بعد كده الفجوه العصاريه، قلنا دي فجوه كبيره موجوده في الخلايا النباتيه. ثالث حاجه بلاستيده خضراء، ودي بتقوم بعمليه البناء الضوئي، ودي بتميز الخلايا النباتيه عن الحيوانيه. خلاص؟ اوعى تفصل، لو سرحت ولا حاجه قوم اعمل لك كوبايه شاي ولا كوبايه قهوه واغسل وشك وتعالى. ماشي؟ لسه قدامنا حبه حلوين، ما تفصلش من اولها. ماشي.
بعد كده بقى يا صديقي هنيجي للانواع بتاعه الانسجه النباتيه. يعني ايه انواع الانسجه النباتيه؟ انت دلوقتي كنت عارف ان انا لو جبت خليه جنب خليه جنب خليه جنب خليه هعمل نسيج، صح كده؟ ولو جبت نسيج مع نسيج مع نسيج هعمل عضو، ولو جبت عضو مع عضو مع عضو هعمل جهاز، ولو جبت جهاز مع جهاز مع جهاز هعمل جسم الكائن كامل، صح كده؟ طيب خليني دلوقتي اكلمك على الانسجه. يبقى الانسجه دي عباره عن خلايا مترصه جنب بعضها كده، اهو مجموعه من الخلايا هعمل بيهم النسيج. ماشي يا مستر. هقسم لك بقى الانسجه النباتيه لحاجتين، انسجه بسيطه وانسجه مركبه، وركز جدا 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 في ده، لان انت لو ما تعرفش انواع الانسجه اللي هي البسيطه دي او المركبه يبقى انت كده ما خدتش حاجه في الاحياء. ركز جدا. بص يا سيدي، الانسجه البسيطه قال لك هي عباره عن نوع واحد من الخلايا. يعني عايز تفهمنا يا مستر ان انت جبت خلايا شبه بعضها تيبيكال ورصيتهم جنب بعض كده عمل لك نسيج بسيط؟ اه بالظبط، شاطر، برافو، بدات تشتغل اهو. يبقى النسيج البسيط هو عباره عن نوع واحد من الخلايا ومترصين جنب بعض، خلاص، ومتماثلين شبه بعض جدا. عندي منهم كام نوع؟ عندي منهم 3 انواع، ودي ابسط انواع الانسجه. اول حاجه عندي خلايا اسمها خلايا بارنشيميه. بتقول ايه يا مستر؟ بارنش هقولها لك بالتفصيل دلوقتي. وكولانشيميه واسكالارانشيميه. تاني كده، عندي انواع الانسجه البسيطه، عندي نسيج اسمه بارانشيم، كولانشيم، اسكالارانشيم، هنقولهم بالتفصيل دلوقتي. طيب تعال نعرف المركبه. انت قلت لي ان البسيطه نوع واحد، يبقى دي اكتر من نوع، صح؟ مختلفين يعني، يبقى اكتر من نوع من الخلايا. جبت خلايا مختلفه رصيتهم جنب بعض عمل لي نسيج، بس سميناه نسيج مركب. وخلي بالك النسيج المركب ده مهم جدا 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 في الوعاء، في النبات، عشان بنسميه انسجه وعائيه. يعني ايه وعائيه؟ يعني بتقوم بعمليه النقل، صح؟ اللي هو النقل بتاع الماء والاملاح والجلوكوز والحاجات دي كلها. ماشي، يبقى دي اسمها انسجه وعائيه. ماشي يا مستر، ايه الانسجه الوعائيه؟ قال لك عندي 2 منهم في النبات، عندي حاجه اسمها نسيج الخشب، وعندي نسيج تاني اسمه اللحاء. يبقى انا عندي نوعين من الخلايا المركبه او الانسجه المركبه، الخشب واللحاء. طيب تعال عرف لي بقى بالراحه كده ايه هي الانسجه البسيطه. اولا قلنا في خلايا اسمها الخلايا البارنشيميه. ما هي الخلايا البارنشيميه؟ بص يا سيدي، احنا قلنا ان هي شويه خلايا شبه بعضها مترصين كده جنب بعض، صح؟ وخلي مسافه ما بينهم عشان دي مهمه جدا، اهو. يبقى هو نوع واحد من الخلايا مترصين جنب بعض. لو لاحظت بقى هتلاقي هنا في فراغات موجوده ما بينهم اهي، ودي اهم حاجه في النسيج البارنشيمي، لان ده اللي هيميزه اصلا. اول ما تشوف الخلايا ما بينهم مسافات تعرف ان ده نسيج بارنشيمي. طيب هو فايدتها ايه يا مستر؟ يعني المسافات دي فايدتها ايه؟ اكيد التهويه يا زكي، ركز بقى معايا. يبقى المسافات دي الفايده بتاعتها ان هي تعمل تهويه. يبقى اول وظيفه معايا للخلايا البارنشيميه هي التهويه. طيب زائد كمان انها بتحتوي من الداخل على بلاستيدات خضراء. اوبا، يعني يا مستر الخلايا البارنشيميه دي تقدر تعمل بناء ضوئي؟ تقدر تعمل بناء ضوئي، مفيش مشكله. يبقى تاني وظيفه هنتكلم عليها غير التهويه وظيفه مهمه جدا، وهي البناء الضوئي. يبقى تاني، الانسجه البارنشيميه خلايا مترصه جنب بعضها ما بينها مسافات بينيه للتهويه. تاني حاجه بتقوم بعمليه البناء الضوئي. حلو قوي، تعال نبص عليها بقى في الرسمه بتاعتك اللي بتيجي في الاسئله اهي. بتلاقي اول حاجه الجدار بتاعها رقيق اهو. طب ليه يا مستر الجدار بتاعها رقيق؟ عشان انا قلت لك دلوقتي ما جبتلكش اي سيره عن الترسبات. انا قلت لك مترسب عليها حاجه؟ لا، انت قلت لي ان هي عباره عن خلايا مترسبه جنب بعضها وما بينها مسافات، ادي المسافات ما بينهم اهي، يبقى على طول دي بارنشيميه. اول حاجه تميزها الجدار رقيق. حلو، وبتلاقي جوه كده حاجات خضراء. يعني سؤال، النسيج ده يبقى حي ولا ميت؟ فكر كده بسرعه، ها، حي ولا ميت؟ طبعا حي، ده انا لسه قايل لك دلوقتي ان هو بيعمل عمليه حيويه مهمه جدا اسمها البناء الضوئي. اذا نسيج البارنشيمي ده نسيج حي، ودي مهمه جدا جدا جدا، يبقى ده حي لايف. طيب الكولانشيميه حيه برضه اهو، حي. ماشي، الاسكالارانشيميه لا، ده يا عيني نسيج ميت وراحت عليه.
طيب تعال نرجع تاني. يبقى انا قلت لك ان البرانشيميه انسجه اهي مترصه جنب بعضها، ما بينها مسافات بينيه للتهويه، خلاص، وجواها حاجات خضراء كده، يعني نسيج حي بيقوم بالعمليات الحيويه المختلفه. حلو قوي. ماشي. الجدار بتاع الخلايا دي احنا لسه قايلينه من شويه، الجدار الخلوي هو جدار سيلولوزي، يعني بيتكون، هو اصلا البناء بتاعه من السيلولوز. طيب هل قلت لك ان هو ترسب عليه حاجه؟ لا طبعا. يبقى تعالى بقى على الكولانشيميه عشان دي حاجه مهمه جدا هتفرق ما بينهم. الكولانشيميه، بص يا سيدي، هنجيب شويه خلايا هنرصها جنب بعض برضو، بس هنقربهم شويه، حاول تقفل كده المسافات اهو، وهنقوم جايبين حاجه تانية ونبدا من بره كده نغلظها بماده هقول لك عليها دلوقتي، يبقى اقفل لي كل المسافات البينيه اهي، ده كله مقفول، مفيش مسافات، قفلت المسافات، انا حطيت ماده رصبتها هنا قفلت لي كل المسافات اللي كانت فاضيه دي، خلاص كده بالشكل الجميل ده. وخلي بالك انا برسب عليها من بره مش من جوه. يبقى ده اسمه النسيج الكولانشيمي. طيب النسيج الكولانشيمي هو عباره عن خلايا عادي زي البرانشيميه بالظبط، يعني الجدار بتاعها بيتكون من السليلوز، بص بقى، زائد ترسيب من السليلوز. الله، يعني هي اصلا يا مستر سليلوز وانت حطيت عليها سليلوز زياده؟ يعني انا عملت كده صلابه اكتر؟ يعني زودت القوه؟ طيب يبقى الكولانشيميه اللي بيميزها عن البرانشيميه ان الكولانشيميه مترسب عليها من الجدار من الخارج عشان دي مهمه جدا، اسمها ماده الايه؟ السليلوز. وطبعا انت عارف ان ماده السليلوز بتدي قوه، بتدي صلابه، وبتدي مرونه. طيب السؤال بقى، لو جيت اقول لك اي الانسجه الاتيه اكثر صلابه، هل النسيج البرانشيمي ولا الكولانشيمي؟ طبعا هتقول لي النسيج الكولانشيمي، صح كده؟ ليه يا مستر؟ عشان مترسب عليه سيلولوز زياده عن اللي موجود اصلا جواه، يبقى في فرق ما بين التركيب بتاعه نفسه وان هو مترسب عليه ماده زياده. خلاص؟ طيب وقال لك ان النسيج الكولانشيمي برضه نسيج حي، يعني لو لقيت جواه بلاستيدات هيعمل برضه عمليه البناء الضوئي، مفيش اي مشكله. طيب وادي الشكل بتاعه بتاع الكتاب بتاعك، بص يا سيدي اهو، هتلاقي مفيش مسافات، كلها مقفوله اهي، بص كده مفيش مسافات، وهتلاقي من بره كده مترسب ماده زياده اللي هي ماده الايه؟ السليلوز. يبقى انا عندي الجدار هنا بقى سميك شويه عن النسيج البرانشيمي عشان مترسب عليه ماده السليلوز. طيب تعالى ناخد اخر نسيج في الانسجه البسيطه الا وهو النسيج الاسكلرانشيمي. اولا قلنا ان النسيج الاسكلرانشيمي ده يا مستر نسيج ميت، ومعنى كلمه ميت يا شباب كلمه كده هنتعود عليها، ان هو منزوع منه البروتوبلازم. تاني، معنى ميت يعني ايه يا مستر؟ يعني منزوع منه البروتوبلازم، يعني جبنا البروتوبلازم بتاعه شلناه. طب انا لسه قايل لك فوق ان البروتوبلازم ده عباره عن ايه؟ عباره عن نواه وسيتوبلازم. خلاص بقى يا مستر انا بقيت فل و100 100. يبقى منزوع البروتوبلازم يعني ما فيهوش نواه ولا سيتوبلازم. طب بذمتك ما فيهوش نواه ما فيهوش سيتوبلازم يعني ما فيش عضيات، يبقى ده نسيج حي؟ لا طبعا، ما بيعملش اي عمليه حيويه، يبقى ده نسيج ميت. حلو، بيبقى عامل ازاي؟ لما نيجي نشوفه تحت المجهر يا شباب بنلاقي الخلايا بتاعته بتبقى عامله اشكال زي الاشكال الهندسيه كده، بيبقى عامل كده، وليكن مثلا شكل سداسي اهو، ونعمل كمان واحد جنبه وهكذا بقى. طيب بس كده؟ لا، ده مستر مترسب عليه من الداخل ماده زياده. ركز كده، انا قلت لك منين؟ من الداخل اهو، يبقى من جوه كده ماده زياده مترسبه اسمها ماده الليجنين. ماده الليجنين دي مهمه جدا، انت لسه قايل فوق يا مستر من شويه الليجنين ده وعرفته خلاص. يبقى الليجنين ده عباره عن ماده صلبه تترسب على البطانه او الجدار بتاع النسيج الاسكلرانشيمي من الداخل. يعني كده بيديله صلابه اكتر. حلو قوي. يبقى الليجنين دلوقتي لما ترسب على الخلايا الاسكلرانشيميه موتها بقى نسيج ميت. حلو قوي. يبقى كده يا مستر خلاص انا فهمت الفرق ما بين الثلاثه. دلوقتي انت لو بصيت على الاسكلرانشيميه هتلاقي مفيش مسافات بينيه اولا،
كمان هتلاقي ان الاشكال بتاعته كده بتبقى غير منتظمه، عامله زي الاشكال الهندسيه اهي. خلاص. وهتلاقي من جوه مترسب عليها ماده اللي هي دي، بتلاقي متبطنه بجوه كده بماده اسمها ماده الليجنين. خلاص انا عرفت اميزه. طب بلاقيه فين يا مستر بقى عشان اقدر اتخيل؟ قال لك بتلاقيه في عارف انت الثمره بتاعت الكمثرى اللي احنا بناكلها، بتلاقيها من بره صلبه كده. طب عارف كمان المكسرات زي البندق واللوز والحاجات دي، بتلاقي برده من بره الجدار بتاعها صلب، يبقى ده نسيج اسكالرانشيمي، وده طبعا نسيج ميت. حلو قوي. كده انا عرفت البسيطه. تعالى بقى ندخل على الانسجه المركبه. مهمه جدا يا شباب الانسجه المركبه دي. قلنا ان النسيج المركب ده عباره عن نوعين او انواع مختلفه من الخلايا، خلاص، مترصه جنب بعضها. طيب هناخد منه حاجه واحده. ركز بقى معايا جدا جدا عشان ده مهم. احنا سمينا الانسجه المركبه اللي هي الانسجه الوعائيه، يعني عباره عن وعاء كده، خلاص، والوعاء ده يعني انبوبه او حاجه بتنقل. انت عارف من زمان ان الخشب ده يا مستر بينقل الميه والاملاح من الجذر الى باقي اجزاء النبات. انا دلوقتي عايز اعمل بناء ضوئي. البناء الضوئي بيحصل في الورقه في المطبخ بتاع النبات فوق، فانا عايز اجيب له ميه اللي هي الماده الخام اوصلها لحد الورقه. يبقى انا عايز وعاء ينقل الحاجات دي. مين اللي هينقل؟ الخشب. طيب الخشب بقى ده عباره عن ايه؟ بالراحه. انا كده رسمت لك جدار بالطول، يبقى جدار طولي ماشي، وعندي جدار كده بالعرض اسمه جدار عرضي اهو، بالعرض اهو ماشي. يبقى اللي انا برسمه ده وعاء، اسمه وعاء ماشي. قال لك بقى ان النسيج بتاع الخشب ده تلاشى منه الجدر العرضيه. فين من الجدر العرضيه؟ دي ولا دي؟ طبعا ده يا مستر. يبقى ده تلاشى منه، ما عادش موجود خلاص اهو. يبقى انا شلت الجدر العرضيه. حلو. وايه كمان؟ قال لك اتنزع منه منزوع البروتوبلازم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني يا مستر الخشب ده ميت مش حي؟ ميت. ليه؟ عشان قلنا اتنزع منه الايه؟ البروتوبلازم ماشي. ايه كمان؟ قال لك تلاشى منه الجدر العرضيه. شلت الجدر العرضيه. ليه؟ عشان ده وعاء انا عايزه فاضي، انا عايز انقل الميه بسرعه من تحت لفوق، يبقى انا عايزه فاضي ما يبقاش الا زي خرطوم كده ينقل الميه جواه. خلاص؟ يبقى ده تلاشى منه الجدر العرضيه واتنزع منه البروتوبلازم وطلع فيه الميه من اسفل لاعلى. وركز عشان انا بتكلم على الوعاء، خلي بالك الوعاء بينقل الماء في اتجاه واحد من اسفل لاعلى ماشي. ايه كمان يا مستر؟ قال لك في حاجه غير الوعاء، في حاجه اسمها القصيبه. القصيبه اهي زيها بالظبط، وعاء كده بس اللي بيميزه ان هو مسحوب الطرفين، بلاقيه مشدود كده من تحت ومن فوق زي الوعاء بالظبط. منزوع البروتوبلازم تلاشى منه الجدر العرضيه عادي مفيش اي مشكله، وبيمشي فيه برضه او بينقل الميه من خلاله. خلاص؟ لا بل كمان بيقول لك ان القصيبات دي متخصصه اكتر. خلاص؟ حلو. يبقى كده خدت وعاء والقصيبه. ناقص حاجه بس واحده في الخشب، خلايا كده جنب بعضها ما بينها مسافات بينيه. ايوه انت عرفت اهو. يبقى ده نسيج ايه؟ برانشيمي. بنسميه هنا بقى برانشيما الخشب. وطبعا الخلايا البرانشيميه انت عارف ان هي حيه. يبقى انا عندي الوعاء والقصيبه، دي القصيبه اهي، الاثنين منزوعين البروتوبلازم يعني الاثنين ميتين، ما عدا البرانشيم الخشب هو حي يعني بيقدر يعمل عمليات حيويه. حلو. وادي شكل الخشب. عندك ادي الخشب اهو، ده الوعاء وده القصيبه. خدت بالك انت؟ بص كده القصيبه مسحوبه الايه؟ الطرفين. حلو قوي. طيب يا مستر انت دلوقتي عديت حاجه كده، انت بتقول لي ان الخشب دوت عباره عن حاجه بتنقل الميه من اسفل لاعلى، صح؟ طيب وكل الخلايا محتاجه تاخد ميه. ماشي. ازاي وهو مقفول؟ قال لك لا ده مهم جدا. انت عندك هنا بيكون فيه نقر او فتحات كده من الجناب. بص كده معايا، هنفتح بس كده فتحات صغيره هنسميها بالنقر اهي. يبقى دي كده فتحات اسمها نقر يعدي من خلالها الميه، يبقى الميه طالعه تبدا توزع على الجنبين بتوع الوعاء. ماشي. في حاجه كمان مهمه ما قلناهاش، ايه هي يا مستر؟ قال لك احنا بنرسب كمان على الخشب او مترسب عليه من الداخل
ماده مهمه جدا اسمها الليجنين. اوبا، يعني الليجنين مترسب على الخشب من الداخل زي ما انت لسه قايل لي فوق في النسيج الاسكالرانشيمي. النسيج الاسكالرانشيمي اهو مترسب عليه قلنا من الداخل ماده الليجنين. يبقى انا عندي الاسكالرانشيمي ملجنن، وعندي كمان نسيج الخشب من الداخل ملجنن. ولو انت فاكر انا قلت لك ان الليجنين ده ماده غرويه. يعني ايه غرويه؟ يعني محبه للماء. يعني الماء تطلع في الخشب عادي؟ تطلع عادي مفيش اي مشكله. حلو قوي. تعالى بقى ندخل على اللحاء. طبعا احنا خدنا الخشب قلنا ان هو بيقوم بنقل الماء والاملاح من اسفل لاعلى. ماشي، نقلنا الخشب دخل للورقه، المطبخ اتظبط، عمل لنا الاكل اللي هو الجلوكوز يعني بتاع النبات. عايزين بقى ناخد الجلوكوز ده نوزعه على باقي الخلايا، ولا انا هفضل سايبه في الورقه؟ لا، انا عايز اوزع على الباقي. طب هنعمل ايه بقى؟ قال لك اللحاء عباره عن انابيب طوليه برضو كده بالطول. تعالى بس نغير اللون ده اهي. الانابيب دي بنسميها انابيب غرباليه. انابيب غرباليه. عارف انت الغربال اللي بيعملوا بيه المونه، اللي بيفضلوا ينظفوا بيه المونه والحاجات دي، بيفضلوا يهزوه كده فينزل لك الرمل والحاجات الحاجات اللي هي الملساء، ويسيب لك اللي فوق الحاجات الكبيره. هو ده بالظبط. سموها غرباليه عشان هي مثقبه. بص كده، اللحاء بيتكون من انابيب غرباليه. فالانابيب دي بيمشي جواها، المفروض يعني ان هي يمشي فيها السيتوبلازم او الغذاء بتاع النبات. طيب يعني يا مستر هنا مفيش جدر عرضيه؟ قال لك لا، هو في جدر عرضيه بس الجدر بتاعتها بتلاقيها ايه؟ مثقبه. احنا قلنا ان هي غربال بقى، يبقى فيها فتحات اخرام يعني كده يا شباب. ماشي، ركز ما تسرحش. يبقى انا عندي الانابيب الغرباليه عباره عن، ما قلناش بقى ان هي تلاشى منها الجدر، لا ده تثقبت منها الجدر العرضيه. ليه؟ عشان هيعدي من خلالها الغذاء على هيئه ايه؟ قال لك على هيئه خيوط سيتوبلازميه زي اللي احنا خدناها في تانية. لا ده انت ما خدتش في تانية الكلام ده. معلش ارجع تاني. يبقى انا عندي الغذاء او الجلوكوز بيمشي مع الميه ماشي في الانابيب الغرباليه من خلال الثقوب الصغيره دي. بنسمي الثقوب دي يا شباب بنسميها بالصفائح الغرباليه. يبقى الصفائح الغرباليه هي عباره عن فتحات او ثقوب بيمر من خلالها الخيوط السيتوبلازميه. حلو. طيب اللحاء يا مستر انت ما قلتليش هل هو حي ولا ميت؟ لا، ده منزوع النواه. ايه ده؟ يعني مش منزوع البروتوبلازم زي الخشب؟ لا، الخشب منزوع البروتوبلازم كله، وانت عرفت البروتوبلازم خلاص بقى، يعني نواه وسيتوبلازم. لا، هنا بقى في اللحاء بقول لك ان هو منزوع النواه بس. يعني يا مستر في سيتوبلازم؟ في سيتوبلازم يا زكي. مش انا لسه قايل لك ان الغذاء بيمشي من الصفائح على هيئه خيوط سيتوبلازميه؟ يعني الجلوكوز ماشي في السيتوبلازم عادي، يبقى السيتوبلازم موجود لكن النواه مش موجوده. يعني كده النسيج حي ولا ميت؟ طبعا ميت، مفيش نواه بايه؟ يبقى ميت. ماشي. امال يا مستر الخيوط السيتوبلازميه دي بتتحرك ازاي؟ انت تضحك عليا؟ ما انا عارف ان الحركه دي عمليه حيويه. يعني ايه حيويه؟ يعني نشطه. يعني ايه نشط؟ يعني بتحتاج طاقه، بتحتاج اي تي بي، وهو ميت هيجيب الطاقه منين؟ كده انت واد مركز، كده انت برنس. بص يا سيدي، بيقول لي هنا ان الخيوط السيتوبلازميه او الحركه دي بنسميها بالحركه السيتوبلازميه. وخلي بالك بقى الحركه السيتوبلازميه دي حركه نشطه مهمه جدا. نشطه يعني ايه نشطه؟ يعني محتاجه طاقه. يعني لازم يا مستر خليه جنبها تديها طاقه. قال لك ان الخلايا المرافقه او الانابيب الغرباليه دي بيكون جنبها خلايا اسمها خلايا مرافقه. ماشي. الخلايا المرافقه دي ايه بقى؟ ده نسيج حي، خلايا حيه عادي. يعني ايه؟ يعني بتعمل طاقه وتقوم جايه مدياها لمين؟ للانابيب الغرباليه. حلو. قال لك ان هنا بيبقى في قنوات ما بين الخليه والانابيب، بيكون في قنوات كده اسمها البلازموديزما. خلي بالك الحاجات اللي ما بين السطور دي بتاعت الاوائل. ماشي، ركز. القنوات اللي ما بين الخلايا المرافقه والانابيب الغرباليه اللي بيعدي من خلالها الطاقه هي البلازموديزما. ثقوب كده بنسميها البلازموديزما. حلو. يبقى الخلايا المرافقه ده يا مستر مرافقه، عامل زي صاحبك المرافق بتاعك، صديقك الانتيم يعني.
بيبقى لازق فيك على طول. تلاقي دايما الانابيب الغرباليه جنبها خلايا مرافقه. ليه؟ عشان تديها الطاقه بتاعتها فتقدر تعمل الحركه السيتوبلازميه. وخلي بالك الحركه السيتوبلازميه حركه مهمه جدا في ثالثه، يعني محتاجه طاقه عمليه نشطه، يعني من غيرها اصلا الخيوط السيتوبلازميه دي يعني الغذاء بتاع النبات مش هيقدر يمشي، يعني النسيج ده كده خلاص مات. خلاص يبقى انا كده قلت لك الخشب واللحاء، وقلت لك اهم حاجه موجوده فيهم، مش هتحتاج حاجه غيرهم اكتر من كده. ماشي، يلا ما تنساش تصلي على النبي ونبدا نكمل تركيب الورقه بتاعنا. خلي بالك احنا ماشيين بالتدريج، احنا عرفنا الانسجه انواع الخلايا البسيطه والمركبه. بعد كده دلوقتي يا مستر انت قلت لي ان هننقل الميه والغذاء، طب هننقلهم لفين؟ احنا قلنا للورقه عشان ده المطبخ بتاع النبات. هنبدا بقى نتكلم على تركيب الورقه عشان نفهم بالتفصيل اللي بيتم. بص يا سيدي، انت دلوقتي معاك نبات اهو، نبات مورق مزدهر جميل جدا. اولا احنا بنقوم مقسمين النبات ده عندنا يا شباب الى جزئين. اول حاجه جزء تحت التربه بنسميه مجموع جذري. مش اللي تحت التربه ده بتبقى الجذور؟ يبقى هنسميه مجموع جذري. طيب يا مستر خلاص، يبقى الجزء اللي فوق التربه ده هنسميه مجموع خضري. برنس دكتور باذن الله. يبقى اللي فوق التربه هنسميه مجموع خضري، واللي تحت التربه هنسميه مجموع جذري. حلو. انا بقى عايز اخد ورقه من دول اكبرها عشان ابدا ابص عليها. هنقوم جايين قاطعين منها حته، عارف انت؟ هنقوم جايين واخدين منها حته كده، الحته دي هنقوم مكبرينها هتبقى بالشكل الجميل ده. احنا بقى هنبص على القطاع العرضي ده. يعني ايه؟ احنا خدناها كده فهنبدا نبص عليها بالطريقه دي. تخيل معايا عشان تبقى عارف الرسمه عامله ازاي. انا دلوقتي يا مستر قطعت حته، الحته بقت مثلثه كده جميله اهي. بلاقي الحته المثلثه دي في قناه من النص كده جواها. انا بقى اكبر الحته دي، اعمل زوم 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 زوم، دخلت لقيت الورقه بالشكل الجميل ده. ركز بقى معايا. اولا هو انت جسمك بيبدا بايه من بره؟ يعني الجلد بتاعي من بره ده، الجزء اللي بره بنسميه ايه؟ مش بنسميه البشره؟ يبقى انا عندي الورقه والساق برضو في النبات بنسميها اول طبقه بالبشره اهي. فوق بنلاقي بشره دي كلها اهي، وتحت برضو بشره جميله دي كلها بشره. ماشي يا مستر. من فوق البشره او الطبقه اللي فوق بنسميها بشره عليا. ما هي دي العاليه اللي فوق، مفيش مشكله هنسميها بشره عليا. واللي تحت دي بنسميها البشره السفلى. الاثنين نفس التركيب، بس ركز بقى معايا. البشره بتاعت الورقه، انت قلت لي ان الورقه دي يا مستر فيها حاجه مهمه جدا جدا جدا، الا وهي الماء. انا دلوقتي الورقه معرضه للشمس طول النهار، صح؟ لا، ده في اماكن كمان الجو بيبقى فيها حر جدا. فلو انا سبت الورقه كده مش متغطيه، يعني الميه اللي جوه دي هتطير هتتبخر، صح كده؟ طيب فانا عايز احافظ على الميه دي، فمن قدره ربنا عز وجل ان هو خلق لنا على الطبقه دي ماده شمعيه لسه متكلمين عليها من شويه اسمها الكيوتين، او بيسموها يا شباب طبقه الكيوتيكل. يبقى الكيوتيكل هي طبقه الايه؟ الكيوتين. يبقى طبقه الكيوتين دي مترسبه من بره على طبقه البشره من فوق ومن تحت. طيب سؤال بقى للناس الشاطره، هو من فوق كيوتين اكتر ولا في البشره السفلى؟ هل العليا ولا السفلى هي اللي فيها كيوتين اكتر؟ لو انت لاحظت كده وفكرت ثانيه واحده هتلاقي ان البشره العليا هي اعلى كيوتين. طب ليه يا مستر اعلى كيوتين؟ قال لك ما هي دي اللي معرضه يا باشا للشمس، ما هي دي اللي ناحيه فوق بشره عليا، يبقى دي عليها كيوتين اكتر. شايف انت الدقه؟ لو انت ركزت في كل حاجه هتلاقي ربنا خلق كل حاجه بالظبط، سبحان الله. طيب تحت الورقه من تحت يعني بعيده شويه، فعلها شويه من الكيوتين اقل من البشره العليا، بس موجود عليها كيوتين عادي. وفي حاجه كمان بقى مهمه، بتلاقي ان البشره السفلى دي بيكون فيها فتحات صغيره بنسميها الثغور. فاكر الثغور دي اللي كانت بتخرج الماء او بخار الماء من خلال عمليه هنتكلم عليها كمان شويه اسمها عمليه النتح. يعني الثغور دي موجوده في البشره السفلى. يا مستر يعني ينفع يا بيه احط عليها كيوتين؟ تبقى غبي، هتحط كيوتين يعني هتقفل الثغر، يبقى مفيش ميه هتطلع، صح؟ حلو. يبقى انا دلوقتي البشره العليا والبشره السفلى قلنا ان العليا عليها كيوتين والسفلى برضه عليها كيوتين، بس فوق عليها كيوتين اكتر. حلو. تعالى بقى للي ما بينهم، ما بين البشره العليا والسفلى، هتلاقي في عندك نسيج كده اهو من هنا لحد هنا،
ده بنسميه بالنسيج، خلي بالك ده في النص يعني بيتوسط الورقه، صح؟ فسبحان الله يعني هنسميه بالنسيج المتوسط. ايه الحلاوه دي؟ ما الاحياء طلعت سهله يا مستر. يبقى النسيج اللي ما بين البشره العليا والسفلى هنسميه النسيج الايه؟ المتوسط، او بنسميه بالنسيج الميزوفيلي. خلاص، ده مصطلح احيائي كده بنقوله نسيج الميزوفيلي. يبقى نسيج ميزوفيلي يعني نسيج متوسط. ماشي، عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين. حاجه اسمها هو النسيج المتوسط عباره عن نسيج اسمه النسيج العمادي والنسيج الاسفنجي. يبقى عمادي واسفنجي. ماشي. نوع الخلايا يا مستر؟ قال لك نوع الخلايا خلايا برانشيميه، بس اللي بيفرق هنا هو الشكل بتاعها. بلاقي هنا خلايا مستطيله عامله زي واقفه زي العواميد كده، فبنسميه نسيج عمادي. يا سلام. وبلاقي كمان اللي اللون بتاعه اخضر جميل مزدهر. طيب سؤال بقى للناس اللي عندها الذاكره قويه، هو اللون الاخضر ده كان مين اللي بيسببه؟ ده كانت ماده كده موجوده في البلاستيدات يا مستر، البلاستيدات الخضراء كان اسمها الكلوروفيل. كلوروفيل ده يا مستر انا افتكرت ده كان موجود في البلاستيدات الخضراء، كان بيعطي للنبات اللون الاخضر. يبقى اذا اللون الاخضر الجامد اللي باين قوي ده موجود فيه كلوروفيل كتير، يعني ده هيقدر يعمل بناء ضوئي كتير جدا فعلا. طيب لو نزلت شويه هتلاقي النسيج الاسفنجي اهو، برضه خلايا برانشيميه بس شكلها مستدير شويه اهي، فبنسميه نسيج اسفنجي. ولو لاحظت هتلاقي هنا في فراغات، في مسافات بينيه. ليه؟ خلاص بقى احنا عرفنا، يبقى لازمتها التهويه. خلاص، يبقى ده خلايا برانشيميه. الفرق ان دي مستطيله شكلها عمادي، لكن دي مستديره بنسميها نسيج الاسفنجي. حلو. لو لاحظت هتلاقي ان النسيج العمادي اخضر اكتر من النسيج الاسفنجي، صح؟ طب تعالى نفكر كده. انت النسيج العمادي فوق ناحيه البشره العليا، يعني قريب للشمس، فده هيعمل بناء ضوئي اكتر. ده مليان بلاستيدات اهو. لكن النسيج الاسفنجي بيعمل بناء ضوئي برضه عشان فيه بلاستيدات اهو، بس اقل شويه من النسيج العمادي. خلاص، وطبعا دي خلايا حيه، عرفنا. ماشي يا مستر. بعد كده هتدخل بقى على خلايا هنا كده الجدار بتاعها سميك شويه. يعني ايه؟ يعني مترسب عليها من بره ماده السليلوز. ده انت لسه قايل يا مستر ان الخلايا لما تبقى الجدار بتاعها سميك بنسميها الخلايا الكولانشيميه. الخلايا الكولانشيميه. يعني انا عندي خلايا كولانشيميه برضو في الورقه؟ طبعا. احنا قلنا الخلايا الكولانشيميه دي بتدي دعامه وفي نفس الوقت بتدي مرونه. الورقه لو انت مسكت الورقه كده مش هتلاقيها بتقع منك، لا دي ماسكه نفسها حتى من النص. لو انت لاحظت كده ورقه كده كبرتها هتلاقي في عرق ماشي في النص كده، تلاقيه صلب، تلاقيه مرن شويه. هو ده اللي احنا بنقول عليه عشان فيه خلايا كولانشيميه. تمام، 100 100. ارجع تاني. يبقى انا عندي ده كله خلايا كولانشيميه بتلاقيها فوق وتحت. ماشي. ايه كمان يا مستر؟ عندك حاجه مهمه بقى، الانسجه الوعائيه اللي في المنتصف بالظبط. احنا قلنا الانسجه الوعائيه عباره عن حاجتين، اما خشب او لحاء. حلو. اول حاجه من فوق اللي هي باللون الاحمر دي، ده نسيج الخشب، او ده كله خشب بينقل الماء للورقه عشان تقدر تعمل بناء ضوئي. وبعد كده بتلاقي تحتيه في حاجه كده مثقبه فيها نقط اهي، شايفها؟ النقط دي بتميز ايه؟ ده كانت بتميز يا مستر الانابيب الغرباليه. غربال يعني مثقب من الداخل. يبقى اذا ده اللحاء، اوعى تنسى. يبقى اللحاء هو الانابيب الغرباليه المثقبه اللي موجوده تحت الخشب. كده انا فصصت الرسمه، عرفت كل حاجه موجوده جواها. مسكت الورقه عرفت ان هي عباره عن بشره عليا وبشره سفلى، ما بينهم نسيج متوسط اسمه النسيج الميزوفيلي، عباره عن نوعين من الخلايا البرانشيميه، نسيج اسمه او خلايا اسمها عماديه، ونسيج اسمه النسيج الاسفنجي. وقلنا النسيج العمادي مليان بلاستيدات اكتر من الاسفنجيه، لكن الاسفنجيه عامله زي السفنج كده فيها فراغات بتعمل تهويه للورقه. وخدت هنا ان في نسيج كولانشيمي وما بينهم الانسجه الوعائيه اللي هي عباره عن الخشب واللحاء. وما ننساش الثغور عشان دي مهمه جدا، وبيكون فيها خلايا بنسميها خلايا حارثه للصدر. ماشي. تعالى بقى افكرك بحاجه تانية مهمه جدا قبل ما ندخل على الساق. خلي بالك احنا قربنا نخلص، احنا خدنا الورقه فاضل لنا الساق، وهنبدا بقى نتكلم على عمليه مهمه جدا خلاص اللي هي الاكسينات، هنتكلم عليها في الاخر وكده احنا خلصنا النبات، مفيش اي مشكله. ماشي.
هكلمك بس او هفكرك بحاجه بسرعه كده. النتح دي طبعا عمليه حيويه مهمه جدا موجوده للنبات. انت بتعرق لما الجو يبقى حر او لما بتعمل مجهود او اي حاجه بتعرق، صح؟ عشان تتخلص من الحراره اللي عندك او الميه الزياده او الاملاح او الكلام ده. نفس الكلام في النبات، انت بتعرق والنبات بينتح، الاثنين زي بعض بالظبط. يبقى النتح هو عباره عن فقد الماء بس في صوره بخار. حلو. الاهميه الاساسيه للنتح يا شباب هي تقليل او الحفاظ على درجة الحرارة، لأن الحرارة لو زادت في الورقة بتاعت النبات هتموت. خلاص؟ يبقى النتح أهميته الحفاظ على درجة الحرارة. طيب أنت دلوقتي قلت لي إن الخلايا البرانشيمية اللي موجودة تحت في البشرة بتاعت الورقة عاملة كده بالشكل الجميل ده. خلي بالك أنا عامل لك البشرة السفلى بس من الورقة. فلاقي البشرة السفلى دي بيكون موجود فيها هنا فتحات كده اسمها الثغور. ماشي، الصخور دي فايدتها ايه؟ قال لك هي دي اللي بتطلع البخار بتاع الميه من خلال عمليه النتح، وهنجيبها بالتفصيل دلوقتي، بس ركز دلوقتي. الصخور هي عباره عن فتحات، وعلى اليمين والشمال بتلاقي في خليتين كده بنسميهم خلايا حارسه للثغر. يعني ايه حارسه للثغر؟ عارف انت البواب بتاع العماره؟ هو ده بالظبط، بيبقى قاعد على العماره، اللي طالع واللي داخل يوقف، انت طالع لمين؟ رايح فين؟ جاي منين؟ وهكذا. يبقى انا عندي الخلايا الحارسه للثغر هي اللي بتتحكم في فتح وغلق الثغر، لان خلي بالك الثغر اللي بيطلع الميه بتاع النتح ده مش مفتوح باستمرار، لا ده بيفتح ويقفل على حسب بقى النبات جواه ميه كافيه مفيش اي مشكله يفضل قافل، طيب زادت الميه جواه يبدا يفتح ويطلع الميه الزياده. خلاص؟ دي كانت حاجه سريعه كده قبل ما ندخل على تركيب الساق. ماشي، بص يا سيدي، دلوقتي انا عندي النبات اهو، ادي الساق وادي الجذور وادي عندي فوق الورق. انا دلوقتي هتكلم على الساق، هاخد قطاع عرض في الساق هقطعه بالعرض، ماشي؟ اكن ده مثلا الساق اهو، انا اقوم جاي قاطعه كده بالعرض واقوم جاي باصص عليه من الشكل ده. خلاص؟ يبقى انا قطعت حته بالعرض كده من الساق وقمت باصص عليها، هتلاقيها عامله كده مدوره اهي، هي دي. يبقى ده القطاع العرض بتاع الايه؟ بتاع الساق. ماشي، انا يا مستر هقوم جاي بقى قاطع منه حته عشان اعرف اشوفها تحت المجهر، مثلثه كده، خلاص؟ عامله زي البيتزا، هاخد منها سلايزايه اهي، السلايزايه اهي، هقوم جاي مكبرها عامل زوم ان، كبرت السلايزايه. تعالى بقى نتكلم عليها، ايه اللي فيها؟ اول حاجه من بره، لسه قايل لك في الورقه برضو خلايا اسمها خلايا البشره. يبقى اذا يا مستر الساق تتركب من 3 اجزاء رئيسيه، اولهما البشره. ماشي، بعد كده حاجه اسمها القشره، ثالثا حاجه اسمها الحزم او الاسطوانه الوعائيه. بالراحه بقى، البشره هتلاقي اول حاجه بتقابلك اهي، بشره خلايا برميليه الشكل بارنشيميه برضو. الله الله، هنروح نصلي ونيجي يا شباب عشان العشاء اذن. طيب تعالى بقى نكمل يا شباب، نرجع. اول حاجه احنا قلنا من بره خلايا برميليه بارنشيميه برميليه الشكل بنسميها طبقه البشره. خلاص؟ يبقى اول حاجه معاها في الساق هي البشره. ثانيا قلنا القشره، يبقى انا عندي بشره من فوق والبشره عادي مغطيه او مغطيها طبقه من الكيوتين. احنا قلنا الكيوتين دي ماده ايه؟ ماده عازله للماء. حلو، بس ركز بقى، الساق اللي احنا بنتكلم عليها دي هي ساق عشبيه. عرفت منين يا مستر؟ هو انت بتنجم ولا ايه؟ لا ركز كده، احنا قلنا الكيوتين بيغطي السيقان العشبيه، اما السيقان الخشبيه في الاشجار المعمره بيبقى عليها ماده تانية اسمها ماده الايه؟ السيوبرين. يبقى بدل ما هنا قال لك كيوتين من بره، يبقى انا كده بتكلم على الساق الايه؟ العشبيه. حلو، بعد كده بتخش على القشر، ده تاني حاجه. اول حاجه بتقابلك هنا في خلايا كولانشيميه. طب يا مستر انت عرفت منين ان هي كولانشيميه؟ قلنا هي خلاص بقى الجدار بتاعها غليظ، يعني مترسب عليه ماده اللي هي السليلوز، فبنسميها خلايا كولانشيميه. بعد كده بقابل خلايا بارنشيميه عادي، واخد بالك انت من الفتحات؟ خلاص؟ دي المسافات اهي بتاعت التهويه، يبقى دي خلايا بارنشيميه. وبعد كده اخر حاجه في القشره هو الغلاف النشوي. يبقى انا عندي القشره بتتكون برضو من 3 حاجات، اول حاجه خلايا كولانشيميه، بعد كده بارنشيميه، بعد كده غلاف نشوي. طيب هو ايه الغلاف النشوي بقى ده يا مستر؟ اهو هو الحزام ده،
يعني ايه بقى غلاف نشوي؟ ركز كده وحس. غلاف نشوي يعني ايه؟ يعني بيخزن جواه ماده اسمها النشا. يبقى فايده الغلاف النشوي هو تخزين النشا. تخزين يا شباب النشا. حلو قوي. ركز بقى معايا يا دكتوره. يا رب اشوفكم كلكم دكاتره ان شاء الله. بعد كده بقى هتلاقي في نسيج. خلصت انا كده القشر، يبقى البشره والقشره تمام. خش بقى على، قبل ما ادخل على الاسطوانه الوعائيه بلاقي في حاجه ما بينهم كده اسمها نسيج البيريسايكل. نسيج اسمه الايه؟ البيريسايكل اهو. بيريسايكل. بيريسايكل. ايه يا مستر بقى نسيج البيريسايكل ده؟ قال لك ده عباره عن خلايا بتدي ليونه ومرونه للساق. بس هي ده اللي انا عايزك تعرفه عليها. يبقى نسيج البيريسايكل هو نسيج بيدي مرونه الى الساق. حلو. بعد كده بقى ادخل على الاسطوانه الوعائيه. والاسطوانه الوعائيه دي يا شباب بيبقى على شكل اسطواني، عامل كده اسطوانه اهي. وطبعا الاسطوانه جواها مجموعات من الالياف بنسميها حزم كده اهي. شفت انت الحزم بتاعت الخضار زي البقدونس كده والشبت والحاجات اللي انت بتجيبها بتاعت المحشي دي اهي. يبقى اللي بره دي اسمها اسطوانه. دي اسطوانه وعائيه جواها مجموعه من الحزم. والحزم عباره عن الياف كتيره او عيدان جنب بعضها. حلو قوي. يبقى دي الاسطوانه الوعائيه جواها حزم وعائيه. ايه هي الحزم الوعائيه؟ انا قايل لك من شويه في حاجه اسمها انسجه وعائيه. يعني ايه وعائيه؟ يعني ناقله بتقوم بنقل كل من الماء والاملاح او الغذاء اللي هو الجلوكوز. بس عايز اركز معاك على حاجه مهمه قوي في ثالثه ثانوي. في مصطلحين كده هنقولهم دايما او هنعيدهم في ثالثه ثانوي، لازم انت تبقى فاهمهم وعارفهم جدا. ايه هم يا مستر؟ الله. ركز كده معايا. اول حاجه عندي مصطلح اسمه العصاره النيئة. عصارة نية. وعندي عصارة اسمها عصارة ناضجة. ايه الفرق ما بينهم يا مستر؟ عارف انت الحاجة النية لما ابقى لسه بجيب المواد الخام، انا مثلا دلوقتي عايز اعمل كشري في البيت، فانا عايز شوية حمص على شوية مكرونة على شوية رز على شوية حاجات حلوة كده، فبنسميها عصارة نيئة. هي لسه نية، لسه ما حطيتهاش لا في الفرن ولا اي حاجة، فبنسميها نية. يبقى دي المواد الخام. ايه المواد الخام بتاعت النبات؟ قال لك المية زائد ثاني اكسيد الكربون او الميه والاملاح. طبعا ثاني اكسيد الكربون ده الغاز مش معانا قوي، يبقى انا معايا الميه والاملاح. يبقى دول عباره عن العصاره النيئه، المواد الخام اللي انا عايزها عشان اوصلها للورقه فتعمل بناء ضوئي. طيب ايه هي العصاره الناضجه يا مستر؟ العصاره الناضجه الحاجه بعد ما استوت، انا نقلت دول خلاص اهو، انا معايا النبات، الجذور جابت لي الميه، رفعت لي الميه لفوق لحد الورق اهو. الميه طلعت لاعلى، دخلت الورقه عملت بناء ضوئي، صنعت بيها ماده اسمها الجلوكوز اللي هو الغذاء بتاع النبات، اوعى تنسى. حلو. الجلوكوز بقى اللي هو الغذاء يعني بتاع النبات بنسميه العصاره الناضجه. يبقى انا معايا عصارتين. اول حاجه العصاره النيئه هي عباره عن الماء والاملاح اللي هي الحاجات الخام اللي انا محتاجها. بعد كده العصاره الناضجه اللي هي الجلوكوز او الغذاء بتاع الايه؟ بتاع النبات اللي اتصنع خلاص في الورقه وهيتوزع على باقي اجزاء النبات. ماشي. ارجع تاني. يبقى الحزم الوعائيه يا مستر هي عباره عن الخشب واللحاء، صح كده؟ انت واخد اللي بينقل هو الخشب واللحاء. ماشي. الخشب اولا بنبدا باللحاء مش الخشب، على عكس الورقه. خلي بالك احنا في الورقه لو انت تفتكر فوق كنا قايلين اول حاجه الخشب وبعد كده اللحاء، لا هنا العكس، اللحاء الاول وبعد كده الخشب. بس ركز بقى، اللحاء هنا يا شباب اللي هو الحته البرتقاني اللي في النص دي كده اللحاء اهو. ماشي. وبعد كده الخشب جوه ده كله خشب. خلاص. يبقى اللحاء ناحيه الخارج والخشب ناحيه الداخل. اوعى تنسى انا القطعه دي اهي فوق واخدها من هنا، انا خدت حته بيتزا من هنا من القرص ده، يبقى القرص ده البشره ناحيه الخارج. يعني انا لو معايا النبات اهو، دي الساق بتاعت النبات، من بره هنا ده الخارج، وتدخل بقى لجوه اللي هو المركز بتاع الساق اللي هو ده. ماشي يا مستر، انا كده اتخيلت. تعالى نكمل. يبقى الخشب ده ناحيه الداخل واللحاء ناحيه الخارج.
ما بينهم نسيج مهم جدا اسمه الكامبيوم. الكامبيوم ايه هو الكامبيوم؟ ركز ركز ركز. نسيج اسمه الكامبيوم. قال لك الكامبيوم دوت عباره عن خلايا كده بنسميها خلايا ميرستيميه، خلايا ميرستيميه او خلايا انشائيه. تاني، خلايا الكامبيوم بنسميها ميرستيميه او انشائيه. يعني ايه يا مستر ميرستيميه او انشائيه؟ بص كده، انشائيه يعني بتنشئ حاجه. قال لك ان الخلايا بتاعه الكامبيوم دي بتتميز بعمليه الانقسام الميتوزي، لها القدره على الانقسام الميتوزي، بتدي خلايا تانية كتيره جديد. خلاص، عامله زي بالظبط الخلايا الجذعيه في الانسان. عارف انت الخلايا الجذعيه بتاعتنا اللي بنعوض بيها الخلايا اي خلايا تالفه؟ هي زيها بالظبط. قال لك لها القدره على الانقسام، وطبعا بتدي انقسام او بتتم بالانقسام الميتوزي، فبتديك خلايا جديده. ايه هم الخلايا الجديده؟ تديك لحاء لو انت محتاج لحاء، او تديك خشب. لو انت خدت بالك، انت عارف ان النبات بيبقى محطوط كده في الطلق، تلاقي عندك في الشارع كده نبات، او ممكن تلاقي في الصحراء نبات او في الغابه. فممكن حيوان هو معدي يوم جاي واكل له حته من الخشب. يعني لو انت عندك مثلا الساق ضعيفه شويه، فتلاقي حاجه جرحته مثلا، او وليكن حصل حادثه لا قدر الله ولا حاجه خبطت الشجره. المهم يعني ان الضرر هيوصل للساق، دخل على الحزم الوعائيه اللي هي اللحاء او الخشب. حلو. فانا اللحاء والخشب دي مواد او اوعيه مهمه جدا جدا للنقل، لان من غيرها النبات هيموت. فعلى طول بتلاقي ربنا خلق الكامبيوم عشان يعوض اللحاء او الخشب. حلو. اللحاء فين يا شباب؟ قلنا ناحيه الخارج، يبقى بيدي لحاء جهه الخارج او خشب جهه الداخل. الخشب الجديد اللي هنا ده بنسميه خشب ثانوي، يبقى ده الجديد اللي لسه جاي من الكامبيوم، واللي جوه القديم بنسميه خشب ابتدائي او خشب اولي. وما بينهم كده خلايا برانشيميه اسمها برانشيمه الخشب، ودي عرفناها. اخر حاجه عندك في المركز بتاع الساق هو النخاع. والنخاع ده خلي بالك له وظيفه تخزينيه، يعني تعمل على التخزين. طيب، في حاجه كده هنا على الجنبين اشعه اسمها الاشعه النخاعيه، ومن اسمها نخاعيه يعني بتصل بالنخاع وجايه من فوق بالقشره. يبقى الاشعه النخاعيه هي عباره عن خلايا على الجانبين من بتوع الساق بتصل القشره بالنخاع. خلاص كده، يبقى انا عندي خلايا بتوصل القشره بالنخاع، الا وهي الاشعه النخاعيه. كده احنا خلصنا يا شباب تركيب الساق. طيب، انا دلوقتي يا مستر خدت الورقه، خدت الساق، عرفت اللي بيحصل فيهم، فلترت وفصصت وعملت كل حاجه في الرسمه. عايز بقى كده ابقى برنس واعرف اترجم واجمع كل الكلام ده. خلاص، احنا خلاص بقى هنحكي الحدوته بتاعت النبات، وكده فاضل لنا اخر حاجه ونبقى خلصنا النبات. ركز واوعى تنسى، ولو انت تعبت او فصلت روح اغسل وشك، صلي، خد بريك 5 دقايق كده وتعالى تاني. ماشي؟ طيب، النتح، عمليه النتح يا شباب انت لسه مكلمنا عنها يا مستر فوق، وعرفنا ان هي عمليه فقد بخار الماء او فقد الماء في صوره بخار. حلو. ايه علاقه النتح يا مستر بصعود الماء؟ ركز معايا في الرسمه دي مهمه جدا، دي اللي هتجمع لنا كل اللي فات. دلوقتي انا شايف قدامي يا مستر الجذر، ده الجذر اهو، ماشي، وبعد كده طالع بالساق، يبقى دي الساق، يبقى الجزء ده بتاع الايه؟ بتاع الساق، والجزء اللي نايم ده بتاع الجذر. فاضل الجزء الاخير اللي هو بتاع الورقه. ماشي، حلو. تعالى بقى نشرح تاني، نشيل كل الكلام ده. بص يا سيدي، اولا انا دلوقتي عشان اعمل بناء ضوئي في الورقه محتاج المواد الخام اللي هم الماء والاملاح. هجيبهم منين؟ طبعا هنجيبهم من التربه. ادي الحبيبات بتاعه التربه اهي. طبعا احنا لما نيجي نسقي النبات بنحط الماء في التربه، صح كده؟ فانا عندي تربه رطبه يعني فيها ميه. حلو. بلاقي عندي الخلايا بتاعت الجذر في خلايا فيهم، دي طبعا خلايا برانشيميه برنيليه الشكل، بلاقي في خليه منهم قررت ان هي تستطيل اهي، طولت شويه. ليه بقى؟ عشان تعمل لي حاجه اسمها شعيره
جذريه، والشعيره الجذريه ديت من اسمها كده شعيره، يعني حاجه رفيعه بتتغلغل وتجري وتجيب من الحبيبات بتاعه التربه، وتقوم جايبه الميه عشان تدور على الميه وتقوم مديها لمين؟ للجذر. يبقى الشعيره الجذريه هي عباره عن شعيرات صغيره جدا جدا جدا. عارف انت الاوعيه الدمويه؟ مش انت بيبقى عندك فيه شرايين واورده وشعيرات دمويه؟ دي زيها بالظبط، اسمها شعيرات جذريه، صغيره جدا عشان تتغلغل بين حبيبات الدرة. يبقى هي عباره عن خلايا برنشيميه قررت ان هي تستطيل، يحصل لها استطاله عشان تقدر تتغلغل بين الحبيبات بتاعه التربه. حلو. جابت الميه من التربه بخاصيه مهمه جدا اسمها الاسموزيه، هكلمك عنها كمان 50 ثانيه بالظبط. ماشي، خدت الميه انا من الشعيره الجذريه، المفروض ان الماء هينتقل بقى يمشي في الجذر، في خلايا الجذر، البشره وبعد كده القشره، وبعد كده ينتقل الى الساق، وبعد كده يصعد في الانابيب بتاعه الخشب اللي موجوده في الساق، ويدخل على الخشب بتاع الورقه ويدي للخلايا بتاعه الورقه. طيب تعالى اقول لك الاول الخاصيه الاسموزيه، هفكرك بيها عشان ده الاساس بتاع صعود الماء والاملاح من التربه، ده اهم حاجه في النبات، الخاصيه الاسموزيه. بص يا سيدي، الخاصيه الاسموزيه هي عباره عن خاصيه فيزيائيه بتفسر حركه الماء من التركيز او من وسط ذو تركيز اقل للاملاح الى تركيز اعلى للاملاح. مش فاهم حاجه طبعا. ايه يا مستر حركه الماء من التركيز الاقل للتركيز الاعلى؟ تعال افكرك بحاجه. بص يا سيدي، انت كان عندك المحلول، لو انا جيت اعمل محلول، ده جزء الكيمياء بقى، اكيد خدته في الكيمياء، هتلاقي عباره عن مذاب زائد مذيب. يعني انا لما اجي يا مستر اعمل اي محلول، هجيب كوبايه مثلا او دوره او اي حاجه واحط فيه ميه اللي هو المذيب وادوب فيه ماده مذابه، سواء بقى سكر، ملح، اي ماده بتدوبها في الميه. يبقى انا المحلول بيتكون من حاجتين، المذاب زائد المذيب. المذاب اللي هو عندنا ممكن يبقى ملح او سكر، ركز، المذاب ممكن يبقى ملح او سكر، والمذيب هو الماء. حلو. يبقى انا دلوقتي يا مستر انت بتعرفني الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك يا باشا ان الخاصيه الاسموزيه هي عباره عن حركه الماء وليس الاملاح. ناس كتير بتتلخبط فيها. انت لو فهمت دي انت هتبقى بريمو في اي حاجه تانية. يعني انت كده قفلت النبات. ركز، انا عايز تركيز من نار، عينك وقلبك وودنك، كل الجوارح بتاعتك معايا. خلاص؟ يبقى انا الخاصيه الاسموزيه هي عباره مثلا عن حركه الماء من تركيز اقل للاملاح الى تركيز اعلى للملح. اقول لك حاجه، في قاعده جميله بنمشي فيها في الاحياء، هي عباره عن، بص كده، الميه واي حاجه بتدوب اللي هي الذائبات ما بينهم علاقه. خلي بالك، علاقه حلال مش حرام. اوعى يالا، اوعى يا بت، اوعى الحاجات دي ما لناش دعوه بيها. الميه والذائبات ما بينهم علاقه لفلفه، بيحبوا بعض، علاقه حلال، يعني الاثنين متجوزين. الميه تشوف الذائبات فين وتروح لها، الميه تشوف الذائبات فين وتروح لها. يعني ايه الذائبات دي؟ احنا قلنا ممكن تبقى ملح وممكن تبقى سكر. بمعنى اصح، لو انا دلوقتي قلت لك مثلا دي خليه ودي خليه مجاوره ودي كمان خليه مجاوره ليها، حلو، قلت لك ان التركيز بتاع الخليه دي وليكن 5%، وتركيز الخليه دي وليكن 10%، والخليه دي تركيزها وليكن 20%. سؤال، هو من اعلى تركيز؟ اهو 20. يعني ايه يا مستر التركيز؟ يعني المحلول تركيزه، يعني كميه المذاب فيه 20، يعني هنا اعلى تركيز، هنسميه الضغط الاسموزي اللي هكلمك عنه دلوقتي. ركز، يبقى ال 20% ده تركيز عالي من الذائبات، يعني الملح اللي في دي كتير يا مستر. طيب قول لي بقى اتجاه انتقال الميه هيبقى ازاي؟ مش انت لسه قايل لي ان الاسموزيه هو حركه الماء من التركيز الاقل يا مستر الى التركيز الاعلى؟ حلو، يبقى اقل حاجه ال5 هتمشي كده الميه ل10 وبعد كده الى 20. سهله جدا. الميه بتموت في الملح او السكر، بتشوف هو فين وتروح انتقلت من الاقل نادله، سابت اللي كانت معيشاها معاها وكل حاجه، سابت ال5 وقامت رايحه لل10، وسابت ال10 وراحت لل20. يبقى كده هي الخاصيه الاسموزيه هي عباره عن حركه الماء من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى. حلو. دلوقتي يا مستر المحلول انا عايز افهمك في حاجه. لو انا دلوقتي معايا دوره، وليكن مثلا انا عامل محلول من الماء
والسكر. يبقى انا حطيت شويه سكر على حبه ميه. ماشي. هو انا يا مستر لو عايز اخفف المحلول ده هعمل ايه؟ حط ميه زياده، يعني هتزود كميه المذيب. يعني دلوقتي لو التركيز هنا عالي عايز اخففه هقلل السكر او هزود الماء. حلو قوي. يعني انا يا مستر لو زودت دلوقتي الميه يبقى انا كده بقلل التركيز، صح؟ طب ايه اللي يحصل بقى للضغط؟ تعالى معايا. بص يا سيدي، هكلمك عن حاجه اسمها الضغط الاسموزي. عارف انت القوه اللي حركت الميه من التركيز الاقل فوق للتركيز الاعلى؟ هو ده الضغط. يبقى الضغط هي عباره عن القوه اللي بتسبب حركه الميه من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى. حلو. الضغط الاسموزي عايز اقول لك علاقه كده مهمه جدا فيه، علاقه طرديه ما بين الضغط الاسموزي والمذاب، كميه المذاب على الحجم بتاع المذيب. لا ايه يا مستر اللي دخلنا على الفيزياء دي؟ انت عارف ان انا دلوقتي الضغط الاسموزي بسط مع بسط يبقى علاقه ايه؟ طرديه. يعني ايه يا مستر علاقه طرديه؟ يعني اذا زادت كميه المذاب ايه اللي يحصل للضغط الاسموزي؟ هيزداد، يبقى علاقه ما بينهم علاقه طرديه. حلو. ليه؟ عشان الضغط الاسموزي في البسط، خلي بالك انت واخد في الرياضه ان اي حاجه لوحدها بيبقى المقام بتاعها واحد، يبقى الضغط ده في البسط يبقى بسط مع بسط علاقه طرديه، ده يزيد معاه، ده قل ده يقل معاه. حلو. طب بالنسبه للمذيب هيبقى بسط مع مقام، يبقى علاقه ايه يا مستر؟ علاقه عكسيه. اذا زادت كميه المذيب قل الضغط الايه؟ الاسموزي. والمذيب ده احنا قلنا الميه، لسه قايل لك من شويه انا لو زودت الميه يبقى انا كده بخفف. يعني بعمل ايه في الضغط؟ بقلله. بص يا سيدي، حاجه بقى عشان تفهمها، الضغط الاسموزي هو التركيز، اعتبره هو التركيز بتاع المحلول. الضغط هو التركيز، العلاقه بتاعتهم واحده. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا دلوقتي زودت المذاب، يعني انا زودت كده التركيز. خلي بالك المذاب ده اللي هو ممكن يبقى سكر او ملح عادي. زودت المذاب يبقى التركيز حصل له ايه؟ ازداد، يبقى الضغط الاسموزي زاد. حلو. طب زودت الميه يبقى انا كده عملت ايه في التركيز؟ قللت التركيز، يبقى قللت الضغط الايه؟ الاسموزي. وهي دي الخاصيه الاسموزيه، ركز فيها جدا، مهمه جدا السنه دي، هتحتاجها في كل حاجه في النبات. ماشي. طيب يا مستر، دلوقتي بقى انا عرفت ان الشعيره الجذريه هتمتص الماء بالخاصيه الاسموزيه، هتمشي الميه او الجزيئات بتاعه الميه خلال الشعيره الجذريه. قال لك ان الشعيره الجذريه دي جواها كده فجوه اهي، جواها فجوه عصاريه كبيره الحجم. ليه؟ عشان التركيز يا مستر بتاعها، خلاص بقى انت فهمت، التركيز بتاعها او الضغط الاسموزي بتاعها عالي، فيقوم جاي سحب الميه من التربه. حلو. دلوقتي انا نقلت الميه هنا، نقلته للشعيره في الخلايا بتاعت البشره، عايز بقى انقله الى الخلايا المجاوره. اكيد ان خلايا القشره دي الضغط بتاعها اعلى من البشره، عشان الميه تسيب التركيز الاقل وتروح للاعلى وتبدا تروح على الجذر، وبعد كده من خشب الجذر تطلع على الخشب بتاع الساق وهكذا. فتلاقي الخلايا اللي هنا هتبقى تركيزها اعلى من اللي هنا، فتبدا تسحب الميه لفوق. طب يا مستر هو ازاي الميه هتطلع كده عكس اتجاه الجاذبيه؟ ما هو مش منطقي، الميه ازاي هتطلع لفوق؟ انت دلوقتي عامل لي عمود من الميه. طيب هو انا ينفع اجيب عمود من الميه كده وافضل عامله لفوق؟ قال لك اللي بيفسر صعود الميه في النبات سبحان الله نظريه هامه جدا كانت في ثانيه ثانوي، اسمها نظريه، مهمه جدا جدا جدا، التماسك والتلاصق وقوى الشد الناشئ. قوى الشد الناشئ عن النتح. لا نظريه التماسك والتلاصق وقوى الشد الناشئ عن النتح مهمه جدا جدا جدا. بص يا سيدي، هقول لك بسرعه. اول حاجه انت قلت لي نظريه التماسك او قوى التماسك. ايه قوى التماسك دي؟ دلوقتي انا لو جبت لك جزيئين او اكتر من كده من الميه، جبت حبه ميه، يعني انت عارف ان الجزيئات دي جزيئات ميه H2O. انت عارف ان الجزيئات بتاعه الميه بترتبط مع بعضها بروابط تساهميه. لا يا مستر انت غلطت، التساهميه دي ما بين الذرات وبعضها، بين الهيدروجين والاكسجين، ما بينهم رابطه تساهميه. ايوه كده خليك صاحي. لكن ما بين كل جزيء والتاني بيكون في موجود رابطه ضعيفه كده بنسميها رابطه هيدروجينيه.
الله، يعني كده يا مستر اللي هيخلي الجزيئات تتماسك مع بعضها هي الرابطه الهيدروجينيه؟ بالظبط كده. يبقى قوه التماسك لو انا جبت جزيئين من الميه هتلاقيهم بيقربوا من بعض، بيلزقوا في بعض. خلاص، ليه؟ بسبب وجود القوى او الروابط الهيدروجينيه. حلو. تاني قوه اسمها قوه التلاصق. قوه التلاصق. ايه يا مستر بقى قوه التلاصق دي؟ قال لك قوه التلاصق ديت عباره عن الاوعيه بتاعت الخشب. احنا قلنا ان هي من الداخل بتبقى ملجننه، صح كده؟ اهي من الداخل بلاقي عليها ماده اللي هي اللجنين. وانت قلت لها مستر ان اللجنين دوت ماده غرويه. يعني ايه غرويه؟ يعني محبه للماء. يعني الميه وهي طالعه هتفضل لازقه في الجدار اهي. دي الميه طالعه لفوق هتفضل لازقه في الجدار عشان الجدار بتاع الخشب مبطن من الداخل بماده غرويه اسمها اللجنين. يبقى انا كده طلعت الميه بقت متماسكه مع بعضها، بقت لازقه في الجدار فهتفضل طالعه لفوق. اهم حاجه بقى رقم 3، ودي الرئيسيه اللي فيهم، اللي هي اسمها قوى الشد الناشئ عن النتح. يعني ايه بقى الشد؟ لو جيت اسالك اقول لك هي الميه بتتزق من تحت لفوق ولا بتتسحب من فوق لتحت؟ لو انت فكرت فيها كده بعقلك هتلاقي ان الاحسن او المنطقي يعني ان الميه تتسحب مش تتزق من تحت. ما لو زقت الميه من تحت لفوق هتقوم واقعه تاني، صح؟ يبقى بتتشد في قوه عماله تشدها من فوق عشان تتسحب لاعلى، بالاضافه الى التماسك والتلاصق، فتفضل محافظه على عمود الميه يبقى معلق ومتصل لحد ما يوصل للورق. حلو. يبقى انا عندي في قوه شد بتطلع من النتح. بص يا سيدي، لو انت جيت بصيت على التركيب بتاع الورقه انت عارف ان البشره السفلى جواها ثغور، والثغور دي بتطلع بخار الماء، صح كده؟ طيب البخار ده يا مستر لما بيطلع يعني حصل نتح، ايه اللي هيحصل هنا؟ الميه اللي هنا قلت. ركز، انا سحبت الميه من الغرف الهوائيه اللي موجوده في النسيج الاسفنجي، سحبت منه الميه قلت، التركيز يحصل له ايه؟ التركيز يعلى. على طول التركيز هنا لما يعلى يبدا بقى النسيج العمادي والاسفنجي الميه اللي فيهم قلت فالتركيز عالي، يبدا يسحب الميه من نسيج الخشب. حلو قوي. فالنسيج الخشب يسحب من النسيج الخشب بتاع الساق، وبالتالي النسيج بتاع الساق يسحب من الخشب بتاع الجذر، وهكذا وهكذا لحد الميه ما تتسحب من تحت. يبقى انا عندي 3 نظريات او 3 قوى بيفسروا صعود الماء، الا وهما ايه بقى؟ اوعى تنساهم: قوى التماسك، التلاصق، وقوى الشد الناشئ عن النتح. تمام كده؟ حلو قوي. يبقى انت فسرت لي ازاي الميه بتصعد من اسفل الى اعلى، واساسها هي عمليه النتح. حلو قوي. تعالى بقى نكمل الجزء اللي باقي معانا، الفرق بين الاسموزيه والتشرب. ده حاجه مهمه قوي. لو انا جبت لك دلوقتي خليتين جنب بعض كده وقمت راسم لك السهم بتاع حركه الميه من داخل من هنا من السيتوبلازم بتاع الخلايا الاولى للسيتوبلازم بتاع الثانيه، دي كده يا شباب انتقال الماء بالاسموزيه. ليه؟ لان انت قلت لي لو دي تركيزها اعلى 20 مثلا ودي 10، يبقى كده الميه تنتقل من الخليه 1 الى الخليه 2 من السيتوبلازم للسيتوبلازم بتاع الثانيه. طيب لو انا غيرت لك بقى قلت لك ايه؟ ان الخليه دي المجاوره لدي وليكن مثلا دي خليه رقم 3، وعملت لك السهم بقى بره على الجدار السليلوزي، وركز في كلمه السليلوزي بتاع الخلايا اهو، عملت لك السهم بتاع انتقال الميه من بره على الجدر، يبقى دي خاصيه اسمها التشرب وليس الاسموزيه. يبقى هناك فرق مهم جدا ما بين الاسموزيه والتشرب، ان الاسموزيه بتبقى من السيتوبلازم للسيتوبلازم البطن بتاع الخليه، لكن السهم لو عمله لك من بره كده يبقى ده خاصيه اسمها التشرب، لان الجدار هنا سليلوزي، وانت عارف ان السليلوز ماده بتحب الميه فبتشربها. حلو قوي. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده يا شباب باذن الله هي الهرمونات النباتيه. خلاص، ركز جدا جدا، هقول لك فيها اللي انت محتاجه بس ركز قوي عشان تفهمها. ايه هي الهرمونات النباتيه؟ هو اصلا يا مستر النبات دوت عنده هرمونات؟ عنده هرمونات، يعني بيحس كده وعنده مشاعر وبتاع زينا واحاسيس وكده. طبعا، امال ايه؟ انت تلاقي النبات بيتحرك كده يروح ناحيه الميه، يروح ناحيه الضوء، تلاقيه بيتاثر ده في نبات عندنا هناخده في الدعامه اسمه نبات المستحيه، يعني نبات بيستحي عامل زينا بالظبط. خلاص، يبقى النبات بيحس. يبقى انا عندي الهرمونات النباتيه بنسميها في النبات كده بحاجه اسمها الاوكسينات. الاوكسينات. الله، ايه هي الاوكسينات دي؟ قال لك الاوكسينات ديت الهرمونات بتاعه النبات، مكتشفها عالم
مشهور جدا اسمه بويسن جونسون. عارف انت الزيت بتاع جونسون بتاع الاطفال؟ هو ده، يبقى بويسن ايه؟ جونسون. طيب العالم ده هو اللي اكتشف الهرمونات النباتيه اللي هي الاكسينات. ماشي، قال لك هي عباره عن مواد كيميائيه. طيب بتفرز منين بقى يا مستر؟ قال لك لها مناطق استقبال بنسميها القمم. تفرز من القمم، وركز في دي، لا انا هعملها لك بلون مختلف عشان تعرف ان هي مهمه. تفرز من القمم الناميه، هفهمك ما تقلقش اصبر، او البراعم النباتيه. ايه يا مستر القمم الناميه والبراعم النباتيه دي؟ بص يا سيدي، انت عندك ساق اهو، صح؟ الساق ده ليه قمه من فوق اللي هي الحته الراس بتاعته اهي، دي كده بنسميها القمم الناميه. القمه الناميه يعني، او الجذر بتلاقيه كده برضو اخر حته في الجذر من تحت، دي بنسميها القمه الايه؟ الناميه. يبقى دي قمه ناميه. يبقى المنطقه دي هي اللي بتصنع فيها الاكسينات اللي هي الهرمونات. طيب هي الهرمونات دي بتطلع امتى يا مستر؟ على طول كده موجوده؟ قال لك لا، لازم يبقى لها مؤثر خارجي ياثر عليها فتبدا تفرز الاكسينات بتاعتها. طيب المؤثر ده ايه اللي هو ايه يعني؟ قال لك المؤثر دوت ممكن يبقى ضوء، وممكن يبقى ميه، وممكن تبقى الارض، الجاذبيه الارضيه، وممكن يبقى اللمس. في مؤثرات كتير ممكن تاثر على النبات. انا هركز لك النهارده على حاجه مهمه بس واحده عايزك تفهمها، اللي هو الضوء. خلاص؟ يبقى دلوقتي انا عندي القمه الناميه، اول ما تتعرض لاشعه الشمس اللي هو المؤثر هيجي ياثر عليها، هتبدا تفرز الايه؟ الهرمونات اللي هي الاكسينات بتاعتها. طيب خلي بالك بقى، القمم الناميه او البراعم النباتيه دي بنسميها مناطق استقبال. هو مين يا حبيبي اللي استقبل دلوقتي المؤثر؟ مين هنا اللي استقبل المؤثر عشان يفرز؟ مش هو القمم دي؟ يبقى دي هنسميها منطقه استقبال. طيب استقبلت الهرمونات، جالها مؤثر، هتعمل ايه بقى؟ هتبدا تعمل استجابه ليها، صح؟ طب الاستجابه هنا هيبقى فين؟ هيبقى يا اما في الساق يا اما هيبقى في الجذر. يبقى انا عندي من مناطق الاستقبال الى مناطق الاستجابه. وقلنا مناطق الاستجابه دي تبقى ممكن تبقى حاجه من اتنين، اما الساق او الجذر. حلو قوي. طيب يبقى الهرمونات النباتيه دي انت عرفتني هي جايه منين، عرفتني المكان بتاعها، ومين مين اللي اكتشفها. طب هي لازمتها ايه؟ هتعمل ايه؟ لا ده مهمه جدا، ده هتعمل استجابه للنبات، ده الاحساس اصلا في النبات. بص يا سيدي، انا دلوقتي هكلمك على حاجه اسمها الانتحاء. والانتحاء ده من اسمه كده يعني انحناء، اما في الساق او الجذر، تجاه المؤثر او بعيدا عن المؤثر. طيب انا دلوقتي معايا ساق، وليكن مثلا انا هكلمك على الانتحاء. الانتحاء في منه كذا نوع، خلي بالك، في منه ضوئي، وممكن يبقى ارضي، وممكن يبقى مائي. احنا قلنا هنتكلم النهارده على الضوئي، عايزك بس تفهمه. بص يا سيدي، دلوقتي انا هديك ساق اهي، دي ساق، بس عايز اقول لك شويه شروط كده هنمشي بيها في الانتحاء. اول حاجه، الاكسينات دي يا حبيبي بتحب حاجات وبتكره حاجات. يعني ايه يا مستر؟ قال لك الاكسينات دي بتحب الضلمه. عارف انت العيال الحراميه بتحب الظلام، يعني تلاقي ضلمه تلاقي الاكسينات دي طلعت وازدهرت وبقت كتير وجميله. خلاص، لو لقت نور بتهرب من النور تروح للضلمه. ماشي، عارفهم انا الناس دي الظلام. بتحب ايه كمان يا مستر؟ بتحب الميه، بتحب الماء، كمان بتحب الجاذبيه الارضيه. حلو قوي. عكس الكلام ده بقى بتكرهه. يعني ايه؟ يعني هي بتكره النور او الضوء، بتكره الجفاف، بتكره الهواء اللي هو الجاذبيه تحت، الارض تحت، بتكره تطلع لفوق اللي هي الهواء. طيب انا كده برضو ما فهمتش حاجه يا مستر، خليك بس مركز. دي كلمات مفتاحيه كده هنستخدمها معانا هنا عشان تبقى فاهم الانتحاء بالظبط. يبقى دلوقتي انا قلت لك الاكسينات بتحب الظلام، بتحب الميه، بتحب الجاذبيه، مفيش اي حاجه صعبه. كمان الاكسينات لما بتيجي على الساق بتختلف عن الجذر. يعني ايه يا مستر؟
يعني الاكسينات دلوقتي لو زادت في الساق بيحبها، بتروق عليه، جميله، بتخليه ينمو ويزدهر وينتحي يطول، خلاص. لكن الجذر لو الاكسينات زادت فيه بتعمل له حاجه اسمها تثبيط، بتقلله، بتقصره، بتخليه ما يكبرش. تثبيط النمو. خلاص. يبقى الاكسينات لو زادت عندك في الساق بتخليها تزدهر، تنمو وتبقى زي الفل، لكن الجذر بيعمل له ايه؟ بيعمل له تثبيط. اتفقنا على الشروط دي؟ تعالى بقى هفهمك، هتفهمها ببساطه. بص يا سيدي، انا خدت قطاع من الساق اهو، حلو. هقوم مقسم الساق ده لجزئين، جزء يمين وجزء شمال، حلو. لو انا قلت لك ان احنا هنعرض الضوء لجانب واحد من الساق، يعني يا اما من اليمين يا اما من الشمال، وليكن الضوء هنا اهو، ادي الضوء. دلوقتي النبات الساق اتعرض للضوء من ناحيه واحده. طيب ارجع بقى للشروط بتاعتنا. الاكسينات يا مستر، انا عندي هنا قمه ناميه في الساق، فالقمه الناميه دي هتفرز اكسينات. ليه؟ عشان في هنا مؤثر اثر عليها، فتبدا بقى المناطق بتاعه الاستقبال تفرز الهرمونات بتاعتها اللي هي الاكسينات، فتقوم الاكسينات معديه من القمه الناميه وتنزل على الجنبين بتوع الساق. بس في حاجه مهمه قوي، احنا لسه قايلين دلوقتي ان الاكسينات بتحب الايه؟ الظلام. فانت عندك الجنب اللي على اليمين ده تجاه الايه؟ تجاه الضوء، حلو. فالاكسينات تفضل هنا ولا تروح للظلام؟ اكيد هتروح للناحيه الثانيه، احنا قلنا ان هي بتحب الضلمه، يعني بتكره الضوء. فتلاقي الاكسينات بدل ما هنا هتقوم مهاجره للناحيه الثانيه، تروح للجانب الغير مواجه للضوء. فلاقي هنا الاكسينات كترت كتير جدا كتير جدا كتير جدا كتير جدا. هنا في اكسينات برضه بس قليله. حلو. سؤال بقى، احنا قلنا الاكسينات بتعمل ايه في الساق؟ لو زادت بتخلي الساق ايه؟ ينمو، وانا هنا بكلمك على الساق. يبقى الجنب اللي فيه اكسينات كتير هيبدا يطول وينمو بشكل جميل جدا، بينما الجانب الثاني اللي فيه اكسينات قليله هيبدا ينمو بس بشكل بطيء، فده هيتغلب على ده. فهتلاقي الساق دي بدات تعمل كده، بدات تنحني. ده الانحناء يا مستر. يعني انحنت فين؟ انحنت تجاه المؤثر اللي هو الضوء. فهمت حاجه؟ ده الانتحاء. يبقى الانتحاء هو عباره عن انحناء اما للساق او الجذر تجاه المؤثر او بعيدا عن المؤثر، حلو. المؤثر ده ممكن يبقى ضوء، ممكن يبقى جاذبيه ارضيه، ممكن يبقى ميه اللي هي رطوبه. طيب تعال لي بقى على الجذر، اخر حاجه، خلاص خلصت. الجذر هو مستر، وقمت جاي معرض النبات ده للضوء برضه من جنب واحد، واقوم جاي مقسم الجذر. خلي بالك ده جذر مش ساق بقى. هقوم جاي مقسمه لجزئين. الاكسينات هتتفرز من القمم الناميه عادي، تنزل تحت، فتقوم جايه الاكسينات هربانه الناحيه الثانيه. ليه؟ لان احنا قلنا ان هي بتكره الضوء، هتبدا تروح الناحيه الثانيه، فتقوم جايه كتير 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 الناحيه الثانيه، والجنب ده يبقى فيه اكسينات بس اكسينات قليله. حلو. انا لسه قايل لك فوق الاكسينات بتعمل ايه في الجذر؟ لو زادت بتعمل ايه؟ بتخليها نمو ازداد زي الساق؟ لا طبعا، بتثبط النمو. يبقى هتقوم جايه تخلي الجنب ده يقصر، يعني الجانب اللي فيه اكسينات قليله هو اللي يحصل له ايه؟ هو اللي ينمو، يبقى طويل اهو. وده هينمو بس بشكل بطيء عشان فيه اكسينات كتير، عشان ده جذر ما بيحبش الاكسينات، فيبدا الجانب الثاني هو اللي يطول يطول يطول، فتلاقي الجذر انحنى بعيدا عن الضوء. وعشان كده يا شباب بنقول ان الجذر منتحي ضوئي سالب. لا مستر ضوء سالب عشان هو بعد عن الضوء، ما راحش ناحيته، ما بيحبوش. لكن لو رجعت للساق كده هتلاقي الساق عملت ايه؟ الساق يا مستر انحنت، راحت ناحيه الضوء. اذا الساق منتحي ضوئي موجب. الساق منتحي ضوئي موجب. فهمنا كده؟ طبعا الكلام ده بنطبقه على باقي المؤثرات بتاعتنا، بس احنا اهم حاجه فهمنا الانتحاء الضوئي. خلاص كده انت بقيت فل 100 100. خلصنا كده يا شباب النبات، والحمد لله الحمد لله الكورس التأسيسي بتاع النبات تم بحمد الله. ان شاء الله بقى هنستناكم في المحاضرة الجديدة بتاعة تأسيس الإنسان. اشوفكم على خير. وعايزين بس نقول دعاء بسيط كده: اللهم إن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.